السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب ثالثة ثانوي دفعة 2026. أهلا بيك يا بطل في أول السنة ومع الكورس التأسيسي في الفيزياء. إن شاء الله النهاردة معانا فيديو لطيف خفيف ظريف بيكلمك على الأساسيات اللي أنت بنسبة 99% كنت في اللغة لاند في أولى وثانية، بمعنى إن الحاجات اللي إحنا هنتكلم فيها في الفصل دوت أو في المحاضرة ديت أو في الفيديو دوت هنسميه الفيديو رقم 0. يعني إيه الفيديو رقم 0؟ هو فيديو تأسيسي لحضرتك، فيما معناه طول ما احنا شغالين طول السنه لحد الامتحانات في حاجات كتيره قوي من اللي احنا هنقولها النهارده انت هتعدي عليها، والحاجات دي بالنسبه لك هتبقى اساسيات، فركز فيها بطل كده وخلينا نصلي على النبي وبسم الله. اول حاجه احنا محتاجين نعرف المنهج بتاعنا يا مستر بيتكون من ايه بالظبط. حضرتك عندك باب كهربيه وباب فيزياء حديثه، كل باب منهم بيتكون من 4 فصول، فتعالى كده بسم الله واحده واحده. باب الكهربيه دوت عندك فيه أول فصل بيكلمك على حاجة اسمها التيار الكهربي. الفصل الثاني بيكلمك عن التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. وخلي بالك أول 3 فصول عند حضرتك هتلاقيهم طوال جدا، تمام؟ طيب الفصل الثالث اسمه الحث الكهرومغناطيسي. طب يا مستر الفصل الرابع في الكهربية هل هو فصل كبير جدا؟ لا، ده فصل صغير بيخلص في 4 حصص. اسمه ايه؟ دوائر التيار المتردد. طيب دول كده يا بطل عليهم كام؟ عليهم في امتحانك 70%، تمام؟ ده طبقا لامتحان 2025 وطبقا لامتحان 2024. طيب الباب الثاني اللطيف الخفيف الظريف بيكلمك على الفيزياء الحديثه، ودي دماغ لوحدها، بس احنا بنتكلم هنا على الحاجات بتاعت المنهج نفسها. 4 فصول، برضو ال4 فصول هتلاقيهم بسرعه بيعدوا معاك. ال4 فصول هنا دول حوالي 30% من المنهج، تمام؟ غير ان هم 30% من المنهج، لا هم 30% من ال60 درجه، يعني دول تقريبا كده عليهم 20 درجه. طيب اول فصل هنا اللي هو في الفصل الخامس في الحديثه بيقول لك ازدواجيه الموجه والجسيم. ازدواجيه الموجه والجسيم. طيب الفصل السادس حاجه اسمها الاطياف الذريه، وبعد كده الليزر، بعد كده حاجه اسمها الالكترونيات الحديثه. يعني يا مستر احنا بنقعد كتير قوي 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 في الكهرباء ديت، لكن لما بنيجي نتكلم في الفيزياء الحديثه بتلاقي ان القصه كلها بتخلص في حوالي 8 حصص. يعني انا عايز بس افهمك ان الكهربيه هتاخد منك شغل كبير جدا جدا جدا، تمام؟ طيب ده بالنسبه لتقسيمه المنهج. طيب تعالى نخش بعد كده بقى في الحاجات اللي احنا محتاجين نتكلم فيها، ماشي؟ بص يا فرح صلي على النبي. دلوقتي انا في الفيزياء عندي حاجتين لازم ابقى عارفهم، ايه هما الحاجتين؟ حاجه اسمها الكميه الفيزيائيه. ايه هي الكميه الفيزيائيه؟ الكميه الفيزيائيه دي اي حاجه حضرتك بتقيسها، بمعنى هل المسافه دي بتقاس؟ بتقاس، تبقى كميه فيزيائيه. السرعه كميه فيزيائيه، اي حاجه تقدر تقيسها كميه فيزيائيه. طب انا بحب الاهلي، هل حبي للاهلي ده حاجه اعرف اقيسها؟ لا، دي مش كميه فيزيائيه، ماشي؟ فانا اي حاجه هشتغل عليها هتبقى بالنسبه لي حاجه اسمها ايه؟ كميه فيزيائيه. طيب غير الكميه الفيزيائيه اللي احنا مثلا ممكن نقول زي المسافه، زي الكتله، زي الزمن، زي شده التيار الكهربي، درجه الحراره، كل دي حاجات يا فرح بعمل ايه؟ بقدر اقيسها واجيب لها رقم معين، اقول لك والله شده التيار الكهربي بالرقم الفلاني، المسافه بالرقم الفلاني، تمام؟ ودرجه الحراره نفس القصه. طيب وعندنا كمان الزمن. طبعا انت بترجع بظهرك كده لورا وبتقول دي الحاجات بتاعت اولى ثانوي يا مستر. اي نعم، اللي انت كنت فيها في اللالاند. طيب الحاجه الثانيه المهمه قوي هي حاجه ايه؟ هي وحده القياس. يعني ايه وحده القياس؟ صلي على النبي عشان دي فيها كعبله كده شويه. حلو؟ طيب دلوقتي المسافه دي انا قلت لك والله انا قست مسافه كانت مقدارها 3 وسكت كده. هل انت كده فهمتي حاجه؟ ليه؟ 3 متر. ايوه يعني خليك زي فرح. هي قالت لك ايه؟ لا هي 3 متر ولا 3 سم ولا 3 كيلو ولا انا مش فاهم الرقم، انا مش قادر اميز الرقم.
فانا عشان اعرف اميز الرقم بتاعي بتاع الكميه الفيزيائيه اللي انا بقيسها، انا محتاج له وحده قياس عشان اعرف اميزها، عشان افهم الرقم دوت مقداره كبير ولا صغير ولا. فهنا بنخش في الشق الثاني اللي هو وحده القياس. وسريعا كده تعال اقول لك مثلا عندنا المسافه كانت وحده قياسها ايه يا فرح؟ الكيلومتر. برافو عليك، اوعى تبقى زي فرح، لا المسافه بالمتر. يعني مثلا هقول لك مثلا طولك كام، هتقولي لي مثلا كذا كيلو، لا هتبقى بالمتر. طب الكتله هتقول الجرام. ليه بقى؟ اصل انت ما قلتش كيلو متر، فانا هاجي في الكتله اقول بالجرام، مش هقول كيلو جرام. لا يا حبيبتي، لا يا ماما، هتبقى بالكيلو جرام. طيب خلي بالك من حاجه، المسافه دي ممكن، المسافه او الطول او اي حاجه بنقيسها، هي بالنسبه لنا ممكن نقول الرمز بتاعها ال او دي. ال او ايه؟ او دي. طيب المتر وحده القياس الرمز بتاعها هيبقى ام سمول اللي هي متر. تمام؟ طيب الكتله الوحده بتاعتها ام كابيتال ماس. طيب نيجي بقى نكتب الكيلو جرام ازاي بالانجلش؟ كيلو جرام عادي. تعالي بعد كده الزمن وحدتها تبقى ايه؟ تبقى ثانيه. برافو عليك، ما فيهاش غير الثانيه. وبنكتب الزمن الرمز بتاعه ايه؟ تي. طيب شده التيار الكهربي الرمز بتاعه اي، بيقاس بحاجه اسمها الامبير، اللي هو هيبقى اول درس بندرسه معانا في المنهج. والامبير دوت الاختصار بتاعه ايه؟ طب درجه الحراره تي بس كابيتال، تمبريتشر بس بالايه؟ بالكابيتال. طيب درجه الحراره ديت ممكن تقيسها بحاجتين، وخلي بالك عليها تريكات جوه المنهج. يا اما تقيسها بحاجه اسمها ايه يا فرح؟ درجه سليزيه. برافو عليك، درجه سليزيوس بنعملها كده، او ممكن نقول عليها درجه مئويه، او في وحده قياس مهمه جدا اسمها الكلفن. اكيد انت اخدتها في اخر الفصل، اخر الترم الثاني في ثانيه ثانوي، والكلفن دي مهمه جدا. تمام؟ ليه هنقول الزمن؟ قلناها خلاص. ماشي، فاحنا كده وضحنا ايه الفرق بين الكميه الفيزيائيه وبين وحده القياس. طيب تعال نخش على الجزئيه اللي بعدها. الجزئيه اللي بعدها بص يا سيدي بقى، صلي على النبي. دلوقتي انا مثلا جبت حاجه بالسنتيمتر، فرح جابت حاجه بالكيلومتر، فاحنا بنعمل نفس التجربه. طيب هينفع نعمل نفس التجربه وانا بقيس بحاجه وهي بتقيس بحاجه؟ لا. طب ايه يا عم، خلاص احنا نوحد الحاجات اللي احنا بنقيس بيها. تمام؟ فعندي هنا وحده دوليه. وحده ايه؟ دوليه. الوحده دي هي اللي انا المفروض كل الناس تبقى شغاله فيها. لو انا بتكلم على واحد مثلا جوه مصر شغال على تجربه، وواحد مثلا في بريطانيا شغال في تجربه، الاثنين دول يبقوا شغالين بنفس وحده القياس. تمام؟ طيب مثلا انا عايز بقى اشتغل بالمتر بس، انا عايز اشتغل بالايه؟ بالمتر بس. فانا في حاجات بحولها، يعني مش لازم يبقى كل المعطيات معايا بالمتر، ممكن يبقى معايا بالسنتي، بالملي، ماشي؟ طيب بسم الله. اول حاجه هنا لما اجي اتكلم هتكلم على ايه؟ حاجه اسمها الدي سي. حاجه اسمها الايه؟ الدي سي. ماشي؟ دي سي كده. الدي سي متر ده فيه كام متر؟ طبعا اللي انا هكتبهم هنا دول كلهم دول وحدات صغيره جدا. وحدات ايه؟ صغيره جدا. فاحنا خلينا متفقين اي وحده صغيره حاجه احولها للوحده الاصليه بتاعتها هتلاقيني بضرب في 10 اس سالب، هيبقى عندي في الاس ايه؟ سالب. تمام؟ طيب الديسيمتر دوت يعني كام متر؟ يعني 10 اس سالب 1 متر، بمعنى معايا 2 ديسيمتر. ده معناه ده كام متر؟ 2 في 10 اس سالب 1 متر. ماشي؟ الوحدات الصغيره دي حاجه اصغر من الايه؟ من الوحده الاساسيه بتاعتها. تمام؟ طيب ايه تاني عندنا؟ الوحده المشهوره السنتي متر. طيب السنتيمتر عشان احوله للمتر بضرب في كام؟ في 10 اس سالب 2. طيب تعالى بقى الوحده اللي بعدها، حاجه اسمها الملي متر. نعملها كده ام وبعدها ام، ملي وبعدها ايه؟ او ام بعدها ام، بس خلي بالك الاثنين بيبقوا سمول، وركز في سمول دي عشان هقول حاجه غيرها دلوقتي. طيب الملي متر ده عشان احوله للمتر بضرب في كام؟ بضرب في 10 اس سالب 3. طيب
هل الملي دوت بيبقى مع المتر بس؟ لا، انا ممكن اقول لك ملي امبير، ممكن اقول لك ملي ثانيه. يعني الملي ده ممكن يبقى جزء من الامبير وممكن يبقى جزء من الثانيه. فانا لو معايا ملي امبير وعايز احول لامبير هعمل ايه يا استاذه فرح؟ لو معايا ملي امبير هيتكتب كده ملي وجنبها الامبير، عايز احوله لامبير في 10 اس سالب 3 برضه. برافو عليكي. يعني اللي هو في الاخر اي ملي هتضرب في 10 اس ايه؟ سالب 3. طيب ملي ثانيه في برضه 10 اس سالب 3. واقول لك على حاجه بقى وافتكريها كده معايا بقى طول السنه دي، هتلاقي في ناس بتقراها ازاي؟ متر ثانيه. متر ثانيه، انا هو انت اهو ماشي. لكن دي ايه؟ ملي ثانيه، الاثنين مضروبين في بعض عادي، بشتغل بالثانيه لان هي الوحده الاساسيه بتاعتي. تمام؟ طيب فانا بس بوضح لك الحته دي. الحاجه الثانيه عندي مايكرو، عندي وحده الايه؟ المايكرو، الرمز بتاعها كده ميو او ام بس متدلعه شويه، يعني تحس ان هي نازله من تحت كده. طيب المايكرو دوت لازم مع وحده معينه؟ لا، يعني مش لازم يبقى مع المتر ولا لازم يبقى مع الثانيه، لا ده مع اي وحده. تمام؟ طيب انا عشان احول المايكرو للوحده الاصليه بتاعته ايا كان، ممكن يبقى معايا مايكرو امبير، مايكرو فولت، ايا كان. تمام؟ فهضرب في كام؟ في 10 اس سالب 6. يبقى راجع كده معايا، انت عندك اول حاجه الدي سي بتضرب في 10 اس سالب 1، السنتي بتضرب في 10 اس سالب 2، الملي ايا كان هو ملي ايه بتضرب في 10 اس سالب 3، المايكرو 10 اس سالب 6. في مشكله؟ حاجات رخمه؟ والله حاجات سهله. طيب النانو الرمز بتاعه كده ان زنطوطه. النانو دوت عشان تحوله بتضرب في 10 اس سالب 9. تمام؟ طيب بعدين عندي هنا الانجستروم، الايه وبيبقى عليها كده ايه؟ صفر زنطوطه فوق. الانجستروم ده يا باشا وحده قياس صغيره جدا بس تخص المسافات فقط. يعني ده ما ينفعش اقول لك مثلا انجستروم امبير، ما ينفعش اقول لك انجستروم مثلا ثانيه، لا. الانجستروم ده للمتر، ده بتاع المتر. تمام؟ يعني هو جزء صغير من المتر. طب قد ايه يا عم؟ يعني عشان احوله للمتر هضرب في 10 اس سالب 10، هضرب في 10 اس ايه؟ سالب 10. الانجستروم ده حاجه صغنطوطه قوي 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 قوي. انت متخيله الانجستروم ده قد ايه من المتر؟ انا عماله اقارنه بالسنتي. عماله تقارنيه بالسنتي ليه؟ ما انت تقارنيه. احنا مالنا بالسنتي؟ احنا بنشتغل بالمتر ياما. دي؟ لا انت شفت لما حولت من سنتي لمتر ضربت في 2، لما جيت للانجستروم ضربت في سالب 10. عارفه بقى يعني من السنتي لا سيبك من كده بقى. انت عارفه انا لو قلت لك مثلا الواحد انجستروم دوت، عايز تتخيليها بالظبط كده يا فرح؟ بصي تيكي تيكي تيك 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 تيك، التلاته اهو، بعد كده التلاته، بعد كده اهو. الواحد انجستروم بيساوي كل ده من المتر، اللي احنا بنقولها 1 في 10 اس سالب 10 متر. تمام؟ فطبعا احنا مش هنقعد نكتب القصه دي كلها. ماشي؟ طيب في بعد كده برضو عندنا وحده اسمها البيكو. اسمها الايه؟ البيكو. البيكو دي بنضرب في 10 اس سالب 12 ايا كان هنحولها لايه. طيب ودي كده كل الوحدات الصغنطوطه جدا اللي هي جزء من الوحده الاصليه بتاعتنا. طيب عندي بقى سؤال هنا دلوقتي فرح، انا عشان احول من سنتيمتر لمتر بضرب في 10 اس كام؟ سالب 2. طيب لو انا معايا جبت القصه بتاعتي والمعطى بتاعي بس بالمتر، وهو طالب في الاجابات بالسنتي، ودي هتلاقيها هو طالب في الاجابات بالايه؟ بالسنتي. يعني انا معايا بالايه؟ بالمتر، هو عايز بالسنتي. اعمل ايه؟ اقسم على 10 اس. ماشي. قالت لك نقسم على 10 اس سالب 2، بتشغل دماغها، بس احنا مش بنعمل كده. هنعمل ايه؟ هنعمل العكس. يعني ايه العكس؟ انت عملت العكس بس بطريقه ثانيه. يعني انت قلتي بدل ما اضرب هقسم، لا، انا لو معايا سنتي وعايز احول للمتر هضرب في 10 اس سالب 2. طب لو معايا متر وعايز السنتي هضرب في 10 اس موجب 2. برافو عليكي. فاهمه الفكره؟ طيب يبقى انا وانا معايا الوحده الصغيره ورايح للوحده الكبيره بضرب في 10 اس سالب. طب لو انا معايا الوحده الكبيره وعايز الصغيره هتلاقيني بضرب في 10 اس ايه؟ اس موجب.
طالما انا معايا الوحده الكبيره وعايز الصغيره هضرب في 10 اس ايه؟ موجب. حلو. تعال بقى نخش على الوحدات الكبيره اللي هي زي ايه؟ بص يا باشا، بص يا باشا. عندك الكيلو. عندك الايه؟ الكيلو. الكيلو ده مثلا مش بتكلم على الكيلو جرام، انا هنا مش بتكلم على الكيلو جرام. ماشي؟ لو انت مثلا لان انت الوحده الاصليه في الكتله هي كيلو جرام، تمام؟ فانت على طول بتشتغل بيها. لكن لو معاك مثلا كيلو جرام وهو عايز بالجرام وقتها هتحول عادي، تمام؟ لكن مثلا لما اكلمك على كيلو متر، كيلو متر وانا عايز احولها للمتر، هضرب في كام؟ دي وحده كبيره صح؟ وانا رايح لوحده اصغر، يبقى هضرب في 10 اس موجب. هتبقى اس موجب كام بقى؟ موجب 3 اللي هي ال1000. مش هو الكيلو فيه 1000؟ طيب ايه تاني بعد كده؟ عندك بعد كده الميجا ام كده بس كبيره. وبعد كده عندك الجيجا. ماشي؟ الميجا تضربي في كام؟ تضربي في 10 اس موجب 6، والجيجا في 10 اس موجب 9. تمام؟ طيب التيرا تضربي في 10 اس كام؟ اس موجب 12. تمام؟ في مشكله لحد هنا؟ طيب خلي بالك من حاجه، يعني اغلب الوحدات دي مش بتلاقيها متداوله قوي جوه الشغل بتاعنا في المنهج بتاع ثالثه ثانوي. اللي هتلاقيه متداول شويه هو الكيلو، تمام؟ وده امره سهل، تمام؟ طيب في حاجه كمان هتلاقيها في التحويلات. ايه هي؟ عندك درجه الحراره الكلفينيه ودرجه الحراره السيليزيه، والقانون ده انت لسه اخده في منهج ثانيه ثانوي، فانت المفروض لسه فاكره. درجه الحراره الكلفينيه بتعادل درجه الحراره السيليزيه زائد 273. ليه القانون كده؟ يعني هو ادي القانون احنا عرفناه. ليه كده اصلا؟ احنا بنيجي نشتغل بدرجات الحراره. ايه درجه الحراره الحقيقيه اللي موجوده في الكون؟ هل هي الدرجه السيليزيه ولا الكلفينيه؟ لا غلط، الكلفينيه. ازاي يا مستر؟ دي السيليزيه دي اللي احنا بنتعامل بيها. لا احنا بنتكلم بقى علميا انهي اللي احنا بنشتغل بيها في الكون ده كله. الكون ده شغال على ايه؟ شغال على السيليزيا ولا على الكلفين؟ شغال على الكلفين. ليه؟ هقول لك على حاجه. كان عندك في الغازات ان الغازات بتتاثر بدرجه الحراره. الغازات بتتاثر بايه؟ بدرجه الحراره. كل ما قلل درجه الحراره كل ما حجم الغاز بيقل، تمام؟ يعني المفروض لما اوصل لدرجه حراره 0 حجم الغاز يبقى كام؟ 0 هو كمان، تمام؟ طيب هل الكلام دوت بينطبق على درجه الحراره السيليزيه؟ لا كتجارب مش شغال. يعني معنى كده ان 0 سيليزيوس دي اقل درجه حراره في الكون؟ واحده. احنا جينا دلوقتي في معلومه عرفناها، ان حجم الغاز مع درجه الحراره العلاقه بينهم علاقه ايه؟ طردي. حلو. كل لما درجه الحراره هتقل كل لما حجم الغاز هو كمان يحصل له ايه؟ فالمنطق يقول لك ان انت عند 0 درجه حراره ايا كان هي كام، انا لحد دلوقتي ما اعرفش، المفروض الحجم يبقى كام؟ 0. طب الكلام دوت موجود عند 0 سيليزيوس؟ لا، عند 0 درجه سيليزيه الغاز ليه حجم عادي. روح الدول اللي هي روسيا ولا مش عارفه اسمها ايه، درجه الحراره بتبقى تحت الصفر اصلا، صح؟ هل وقتها الغاز هل مفيش هواء؟ مش بيتنفسوا؟ لا عادي في هواء والدنيا زي الفل، تمام؟ فبالنسبه لي ان الصفر سيليزيوس دوت هو مش اقل درجه حراره في الكون. يا عم هو ازاي؟ بقول لك على حاجه، الثلاجه تظبطيها على كام؟ على اقل من 0 ولا 0؟ الثلاجه يا مؤمن انت بتلاقي فيها جواها كام؟ 0 ولا اقل من 0؟ في الغالب اقل من 0. طب ازاي بقى اقل من 0 وان الصفر سيليزيوس ده اقل درجه حراره في الكون؟ انت فاهم الفكره؟ فهو اقل درجه حراره في الكون هي مش الصفر درجه سيليزيه، امال هي ايه؟ الصفر كلفن. الصفر ايه؟ كلفن. صلي على النبي. احنا جينا نشوف درجه الحراره السيليزيه ودرجه الحراره ايه؟ الكلفينيه. جينا عند الصفر درجه سيليزيه. الكلام اللي هقوله ده نظري، حصل نظري، ما حصلش لحد اللحظه ال 2026 عملي، تمام؟ المفروض الغاز هنا ليه حجم، صح؟
فاحنا قعدنا ننزل نظريا لحد ما نشوف حجم الغاز هيبقى كام، هيوصل لصفر فين. لان هو وصل لصفر عند كام؟ عند سالب 273 درجه سيليزيه. عند النقطه دي كده هنا الحجم بكام بتاع الغاز؟ بصفر. حلو. طيب يبقى ده كده الصفر الحقيقي في الكون؟ لا، فنعمل تدريج جديد. حلو. تدريج الايه؟ الكلفن، اللي هي درجه الحراره الحقيقيه الموجوده في الكون، اللي هي عندها هنا هيبقى ايه؟ بدايتها الصفر بتاعها اللي بيسمى بالصفر المطلق او الصفر الحقيقي. فهو ليه اسمه صفر مطلق او صفر حقيقي؟ لان هو الصفر اللي بتنعدم عنده حجم اي غاز، وده محدش وصل له اصلا لسه يعني. ماشي. طيب فانا بالنسبه لي هل مثلا في اقل من الصفر ده؟ يعني اصلا الكلفن دوت هل عنده بالسالب؟ ما عندوش بالسالب، هو بسم الله صفر، دي اقل حاجه. تمام. فبالكلفن لو انت جيتي بقى مشيتي شويه عايز توصلي للصفر ازاي؟ هتحركي قد ايه من هنا لهنا؟ انت من هنا لهنا اتحركت قد ايه؟ 273. طب من هنا لهنا برضه هي 273 درجه سيليزيه، وهكذا. فتعامل علاقه ما بين الكلفن والمئويه. تمام. ان الصفر كلفن مثلا انت عايزه تقولي صفر سيليزيوس يعادل كام كلفن؟ اجماع، يبقى تجمع عليها كام؟ 273. طب 10 سيليزيوس تجمع عليها كام؟ 273 تبقى 283 وهكذا. تمام. يبقى انا دي كده هقابلها مرتين، مره في الفصل الخامس ومره في الفصل الثامن. تمام. انا بفهمك بس هي جايه منين. فهنا الكلفنيه بتساوي ايه؟ درجه الحراره السيليزيه زائد 273. طب احنا لما نيجي نشتغل تفتكري هنشتغل بالسيليزيوس ولا بالكلفن؟ بالكلفن. لان الكلفن هي الايه؟ هي الوحده العمليه الفعليه في الكون بتاعنا اللي احنا عايشين فيه ده. تمام. طب انا ليه جايب علاقه مع السيليزيوس؟ لان وارد هو يديني درجه الحراره السيليزيه وانا اروح اشتغل بالكلفن. فاهمه الفكره ولا صباح الفل؟ مش ربنا يستر. طيب تعالى نخش على الجزء اللي بعده. الجزء اللي بعده يا زعبله تعالى بقى شويه حاجات كده بتاعت ايه؟ ثالثه ابتدائي. ماشي. الاجسام عندنا، الاجسام ليها كام نوع؟ يا اما اجسام مسطحه يا اما مجسمه. عارفه الفرق؟ اهو يا سلام سبحان الله. الاجسام عندك يا اما مسطحه. يعني ايه مسطحه؟ يعني 2 دي ليها كام بعد؟ بعدين. يا اما 3 دي مجسمه. صح؟ طيب زي ايه وزي ايه كده يا استاذه فرح؟ يعني مثلا عندك المربع ده ليه بعدين. ايه البعدين بتوعه؟ عنده طول وطول. ماشي. يعني عنده بعدين قد بعض. طب عندك المستطيل عنده طول وعنده ايه؟ وعنده عرض. طب عندك المثلث عنده قاعده وعنده ضلعين. وعندك الكره. خلي بالك الحاجات دي كلها هي جوه المنهج. ماشي. فانا مش حاجه اتكلم بقى جوه قانون وبتكلم على كهربيه فارجع اقول فاكر معايا محيط المربع، فاكر معايا. لا، هي الحاجات دي المفروض يبقى هو عارفها. فاهماني؟ طيب الكره كان بيبقى ليها حاجه اسمها ايه؟ نصف قطر. ده الار ده نصف القطر راديوس. طيب لو احنا قلنا دي كده كلها، دي كده اسمها الايه؟ دي كده اسمها القطر الديامتر. يعني الدي دوت بيعادل 2 ار. تمام. طيب اي شكل مسطح، اي شكل ايه؟ مسطح بيبقى ليه حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ المحيط بتاعه والمساحه. المحيط والايه يا حاجه؟ المساحه. طيب بسم الله كده ونبدا نفتكر الحاجات بتاعت ابتدائي دي. يلا بينا. المحيط، ايه الفرق بين المحيط والمساحه؟ سؤال يعني لا لا بص صلي على النبي. المساحه هي الجزء الداخلي ده هنا. ماشي. انما المحيط هو الاطار الخارجي للشكل، الطول الخارجي للشكل ده. تمام. طيب لما اجي افتكر المربع، انا دلوقتي عايز اجيب المحيط بتاعه. تعالى نجيب المحيط بتاع كله الاول. تمام. احنا قلنا المحيط هو عباره عن ايه؟ عباره عن الاطار الخارجي للشكل. طيب ما هو ده ال وده ال وده ال وده ال والاربعه قد بعض عشان ده مربع، يبقى المحيط عباره عن ايه؟
4 ال، صح كده؟ الله يفتح عليك. طيب المستطيل، لا المستطيل عباره عن ايه؟ عباره عن طول وهنا عرض. لا انا عايز اجيب بقى كل الحته ديت، فهقول ايه؟ طول زائد العرض، صح؟ بس متكررين كام مره؟ مرتين، يبقى الطول زائد العرض في كام؟ في 2. طب المثلث مجموع اطوال اضلاعه. في مشكله؟ طيب الكرة نجيبها ازاي المحيط بتاعها؟ 2 كنت بتقولها اسمها 2 طهنق. 2 طهنق اللي هي 2 باي ار، اللي هي 2 ايه؟ باي في ار. الباي دوت اللي هو كام؟ اللي هو ب 22 على السبعة او ب 3.14. ماشي، اللي هي كان اسمها طه في اعدادي. والار دي اللي هي نصف الايه؟ نصف القطر. في مشكلة؟ طيب المحيط ده وحدته تبقى ايه؟ جيس وات كده. مش احنا بنجيب طول الاطار اللي بره ده يبقى وحدته متر، يبقى المحيط وحدته على طول ايه؟ متر. طيب حاجه ثانيه بقى، ودي فكره مهمه جدا جوه المنهج، فكره مهمه جدا جدا. ماشي، لو انا عندي دايره حلو وجايب سلك، وجايب ايه؟ سلك، والسلك دوت عملت بيه دايره لفه واحده، عملت بيه دايره ايه؟ لفه واحده. وقتها طول السلك مش هيبقى هو محيط الدائره ديت. وانا بقول لك والله العظيم هي مهمه، وقسما برب الكعبه مهمه في المنهج، يعني ما تفتكريش ان انا بقول حاجات ثالثه اعدادي. طيب حاجه كمان، طب انا لو عملت السلك دوت نفس السلك، لو عملته لفتين هجيب طوله ازاي؟ المحيط في 2، يبقى يا سلام، يبقى اقول طول السلك نفسه هيساوي ايه؟ محيط اللفه الواحده او الدايره الواحده مضروب في كام؟ مضروب في 2. او ممكن نقول بدل 2 دي ممكن نقول عدد اللفات، عدد الايه؟ اللفات. فالقانون ده مهم جدا، اللي انا لو معايا اي طول سلك، معايا اي ايه اهو اكتبها لك اهي تاني، اي طول لسلك ومعايا اي شكل. يعني ايه اي شكل؟ مش لازم يبقى دايره، ممكن يبقى مربع، ممكن يبقى مستطيل. تمام؟ طيب لو انا ضربت محيط الشكل في عدد اللفات بتاعته، عملته كام لفه، هعرف اجيب طول السلك ايه؟ طول السلك كله. طيب دي قصه. القصه الثانيه، لو انا معايا مربع، خلي بالك اللي بقوله قسم بالله افكار. لو انا معايا مربع وعامل سلك على طول المربع ده، عامل محيط مربع يعني، تمام؟ طيب ورحت فكيت السلك وعملت اعاده تشكيل، خليته شكل مستطيل. ايه العلاقه اللي بتربط بينهم؟ بص معايا مربع اهو، صح؟ المربع دوت انا عامله بسلك معين، فكيت السلك ورحت عملت بنفس السلك مستطيل. ايه العلاقه اللي بتربط بينهم؟ هما الاثنين عندهم نفس ان ايوه، ان المحيط ده هيعادل المحيط ده، يعني الاربعه اللي هنا هيساوي طول زائد العرض في ده زائد في ده. ماشي؟ عادي، الدنيا بسيطه خالص. ماشي، دي كده ايه؟ كذا فكره على الماشي. طيب تعالى بقى للمساحه. المساحه في المربع كانت ايه؟ طول الضلع في نفسه، او طول الضلع تربيع. طب في المستطيل كانت الطول مضروب في العرض. طب في المثلث انت عندك دي كده اسمها القاعده، اسمها الايه؟ القاعده، وده كده اسمه الارتفاع. فكانت طول او نصف طول القاعده في الارتفاع، نصف طول القاعده مضروبه في مين؟ في الارتفاع. تمام؟ طيب وزعبله الكوره المساحه بتاعتها باي ار تربيع. باي ار ايه؟ تربيع. اسالك سؤال، هل الوحده اختلفت؟ ها؟ فرح مزنوقه، هل الوحده اختلفت؟ لا، يعني هو نفس الطول هنا. بس في حاجه، يعني مثلا لو بقول لك دوت، ما انا جاي لك في الكلام اهو، مثلا الطول ده ب4 والعرض ب2، فانت هتقولي ايه في المساحه؟ هتقولي 4 متر، صح؟ مضروبه في كام؟ في 2 متر. تمام؟ تقولي لي كام؟ 8 كارقام وكوحده هتضربي المتر في ايوه، هتبقى متر تربيع. طب اقول لك على حاجه، طب ما دي الطول وحدته ايه؟ متر، صح؟ يبقى متر تربيع برضه. طب هنا ما دي برضه مسافه في مسافه، يعني متر
مضروب في متر. طب وهنا ما هو متر تربيع. الله، يعني معنى كده ان المساحه بشكل عام وحدتها ايه؟ متر تربيع. لكن المحيط وحدته متر، في مشكله؟ طيب ال 3 دي بقى عامل زي ايه؟ ده المجسم. يعني مثلا لما اجي اكلمك على مكعب، المكعب بيبقى ليه 6 اوجه، وكل وجه منهم على شكل ايه؟ على شكل مربع. على شكل ايه؟ مربع. يعني عنده ده ال وده ال وده ال، تمام؟ كلهم نفس القيم. طيب الجسم ثلاثي الابعاد او المجسم ثلاثي الابعاد لا بنقول ان هو ليه محيط ولا بنقول ان هو ليه مساحه. المحيط والمساحه مع الاجسام المسطحه. امال مع الاجسام المجسمه بيبقى في حاجه اسمها ايه؟ الحجم. حاجه اسمها ايه؟ فوليوم او الحجم. تمام؟ طيب الحجم من الاخر المجسم دوت اخد قد ايه من الحيز اللي موجود في الفراغ. يعني انا مثلا حاطط مثلا ترابيزه هنا، الترابيزه دي اخده قد ايه من الاوضه، ده حجمها. ماشي؟ طيب لو تفتكر كده معايا الحجم، حجم المكعب كان ايه؟ طول الضلع في نفسه يعني هيبقى ال اس 3. طيب لو بتكلم على متوازي المستطيلات، متوازي المستطيلات شكله عامل ازاي؟ هو شبه ده بالظبط، بس دوت عباره عن 6 اوجه وكلها مربعات، لكن ده 6 اوجه عباره عن ايه؟ يا سلام عليكي، مستطيلات. ما عشان هو متوازي مستطيلات. كان ليه ايه بقى؟ كان ليه، بصي بقى يا ستي، كان ليه طول وكان ليه عرض وكان ليه ارتفاع، صح؟ فانت عشان تجيب الحجم كنت بتقولي ايه؟ الطول مضروب في العرض مضروب في الارتفاع. قشطه؟ طيب لو عندي اسطوانه، لو عندي ايه؟ اسطوانه. الاسطوانه دي وارد تبقى بالمنظر ده او بالمنظر ده. تن 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 اهو. ماشي؟ طيب عايز اجيب اسطوانه، ايه الفرق بين المنظر ده والمنظر ده يا حاج؟ ده دايره. ده القاعده بتاعته دايره، لكن ده القاعده بتاعته يعني هي مربع يا مستطيل، مش لا ملامح. طيب في الحالة هنعمل ايه؟ هنجيب الحجم بنفس الطريقه. يعني ايه؟ بصي عموما الحجم انت ممكن تقوليه ايه؟ مساحه القاعده وتضربيها في الارتفاع. مساحه القاعده تضربيها في ايه؟ في الارتفاع. يعني ركزي كده معايا، احنا ممكن من هنا كده مساحه القاعده هي عباره عن ايه؟ اللي في ال، صح؟ طيب والارتفاع ال، فهضربهم كلهم في بعض يبقى كام؟ اللي اس 3. طب هنا مساحه القاعده طول في عرض، اضربي في الارتفاع يبقى طول في عرض في الارتفاع. يعني كده كده عموما اي شكل عشان اجيب الحجم بتاعه هشوف مساحه القاعده واضربها في مين؟ في الارتفاع بتاعه، ايا كان المساحه شكلها عامل ازاي او الشكل بتاعها عامل ازاي. طيب والكره، عندي كره بس يعني ايه؟ حاول ارسمها لك 3 دي كده بس ما اترسمتش. ماشي؟ الكوره ديت لما نيجي نجيب الحجم بتاعها بيبقى عباره عن ايه؟ 4/3 باي ار تكعيب. 4/3 باي ار ايه؟ تكعيب. تمام؟ طيب سؤال بقى لطيف، هل الحجم ده وحده قياسه ايه؟ ام اس 3. متر اس 3. برافو عليكي والله. طب ليه؟ ما عشان انت تضرب الحاجه 3 مرات، فالوحده هتضربها 3 مرات يبقى متر اس 3. تمام؟ طيب خلي بالك بقى من حاجه، الحاجات دي اساسيه، يعني المفروض طالب ثالث ثانوي يبقى داخل فيها في السنه وهو عارفها. تمام؟ فهو لو مش عارفها لازم يعرفها عشان يجي مثلا بعد شويه يبقى الحاجات دي بالنسبه له حاجات عادي كده، زي اسمك ايه؟ اسمي كذا كذا كذا. الحجم بتاع المربع ايه؟ كذا، ولا مساحه المربع ايا كان. ماشي يا حاجه؟ طيب بالنسبه بقى للمساحه وللحجم، ما لهمش تحويلات؟ ليهم تحويلات. يعني مثلا ممكن تلاقي عندك سنتيمتر تربيع، ما شاء الله،
تحوليه تضربي في كام؟ لا اصغر ولا اكبر؟ انت عايزه المتر تربيع. ما احنا اتفقنا بقى هروح السنتي ده كبير ولا صغير؟ طيب يبقى انت رايحه للكبير للمتر. من الصغير الكبير في سالب. حلو قوي، من الصغير للكبير في سالب. ماشي، يبقى في 10 اس سالب. سالب كام؟ اللي خلي بالك هتلاقيها طبعا. سنتيمتر تربيع ده وحده قياس ايه؟ طول. اصبري على رزقك. طول ولا مساحه ولا حجم؟ تربيع. يا اختي يا اختي يا اختي. مساحه. ما احنا لسه اهو فين اهو المساحه تربيع. يبقى المساحه تربيع، الحجم تكعيب، المحيط او المسافه او ماشي. اهو يلا. هقول لك على مبدا بسيط جدا. قص القص اضرب من غير ما تبص. لا انا قلت ذوقي كده. قص القص اضرب من غير ما تبص. يعني ايه؟ 2 في 2 تبقى 4. يبقى 10 اس كام؟ سالب 4. حلو؟ يبقى سنتيمتر تربيع، السنتيمتر نفسه بكام؟ 10 اس سالب 2. هنربعه يبقى هنقول 2 اس 2 يبقى 4. خلصت. طب الملي متر تربيع عايزين نحوله للمتر تربيع. الملي 10 اس سالب كام؟ 3 صح؟ بس ده تربيع. قص القص اضرب من غير ما تبص. يعني اضرب من غير ما تبص يعني على فكره سالب 6. 2. انا عارف ان انت متقمصه شخصيتهم. انا عارف. لا انت اصلا هتلاقي في ناس كتيره هتقول لك 2 في 3 او 2 اس 3. يعني انت فاهم؟ طب 2 اس 3 بكام؟ 2 اس 3 6 بس. لا عندك السنتيمتر بس اس 3. يعني ايه اس 3؟ انا هنا اتفقنا ان احنا بنجيب وحده مساحه صح؟ دايره مربع صح؟ طب هنا هنتكلم على ايه؟ مكعب ومربع تبقى دي ايه؟ حجم. ماشي. يبقى الحجم اللي هو مثلا ممكن اتكلم سنتيمتر تكعيب او مليمتر تكعيب. حلو؟ طيب عايزين نحول للوحده الرئيسيه اللي هي المتر تكعيب هنا او هنا. طب نعمل ايه؟ بص يا باشا، السنتيمتر مش انت 10 اس سالب 2 صح؟ بس اس كام؟ فهنضربهم في بعض فيبقى كام؟ سالب 6. طب هنا الملي 10. شوفي اول مره اشوف ام ب4 رجول. سبحان الله. ماشي قولي. لا احنا على اخر الكورس دوت مش عارف اكتب اصلا. امان. طيب الملي متر اس 3. ها هو الملي بضرب في 10 اس كام؟ سالب 3. حلو. اس 3 3 في 3 يبقى 10 اس سالب 9. يبقى دي لما انا اجي احول ايه؟ سواء لو انا معايا مساحه او لو انا معايا ايه؟ حجم. في مشكله؟ طيب تعالى نخش على الجزئيه اللي بعدها. فيها بقى شويه حاجات رياضه كده. لو احنا معانا مثلث، تعالى بقى نمسح دي خالص كده. بسم الله. فاكره بقى الحاجات اللي هي بتاعت الساين والكوزاين والقصص دي ولا مفيش الكلام ده؟ والله العظيم كنت عايزه. طيب لو دي زاويه اللي في وشها ده اللي بيقابلها ده اسمه ايه؟ المقابل. طب واللي جنبها ده اللي تحت ده هيبقى اسمه الايه؟ المجاور. طويل ده هو الايه؟ الوتر. كان عن طريق فيثاغورس كان يقول لك ايه؟ الوتر تربيع يساوي المقابل تربيع زائد المجاور تربيع. تمام؟ طيب لو انا عايز الوتر بس، يعني مش عايز التربيع، اعمل ايه في التربيع ده؟ عايز اشيل التربيع من هنا صح؟ التربيع يروح الناحيه الثانيه جذر، يروح الناحيه الثانيه ايه؟ جذر. فتلاقي ان الوتر بيساوي ايه؟ جذر المقابل تربيع زائد المجاور
تربيع. فكرك دي ملهاش لازمه. الفصل الرابع كله الحته دي، الفصل الرابع كله هتلاقي الحته دي كده موجوده فيه. ماشي؟ طيب في بقى عندي حته الزاويه دي، كان عندي جا الزاويه اللي هي ساين السيتا، وكان عندي جتا اللي هي كوساين، وكان عندي الظا اللي هي التان. قشطه قشطه يا حاج، قشطه يا حاج. طيب الساين ده كنا بنجيبه ازاي؟ كنا بنقول مقابل على الوتر. مقابل على ايه؟ على الوتر. طب والكوزاين كان بيبقى المجاور على الوتر. طب والتان مقابل على مجاور. مقابل على مجاور. وخلي بالك بقى، انت عارفه التان دي برضو ممكن تساوي ايه؟ ممكن تساوي الساين على الكوزاين. الساين على كوزاين الزاويه، يعني انا لو قسمت ساين على كوزاين هيديني تان. ماشي؟ في مشكله في الحاجات البسيطه قوي 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 دي؟ طيب في بقى شويه شغل رياضه كده لازم نبقى متفقين عليه عشان ما يبقاش فيه جنان بالنسبه لبتوع علم علوم، بالنسبه لبتوع علم علوم، عشان ما بيحبوش حته الرياضه دي. تمام؟ حاجات بسيطه، يعني مثلا اي معادله ليها كام طرف؟ طرفين، طرف ايمن وطرف ايسر، صح؟ طيب بص يا باشا، في كام مثال هنا تعالى نكتبه مع بعض. مثلا جيت قلت لحضرتك عندي ايه على 5 بتساوي 10 على 2، وانا عايز اجيب الايه دي، اجيبها ازاي؟ 5 على 2. يا سلام، ايه الحلاوه دي؟ قلت الاثنين اللي موجودين دول هضربهم ايه؟ هضربهم في بعض، وبعدين اقسم على الثانيه اللي معاهم او على الثالثه. او حد ممكن يقول لك ايه؟ لا انا اعمل حاجه ثانيه، انا هضرب يا مستر وسطين في طرفين. سمعتك وانت بتقول انت ليه يا مستر انا ما بفهمش الحاجات دي، انا هضرب وسطين في طرفين. يعني ايه اضرب وسطين في طرفين؟ يعني يجي يقول لك 10 في 5 اهي بتعادل 2 مضروبه في كام؟ في الايه. وبعد كده انا عايز الايه. بصي بقى، لا بصي بقى، مش الايه اهي، سيبها زي ما هي، مش انا عايزها كده. هي بسط ولا مقام؟ هنا؟ هي هنا بسط. خلاص في المعادله دي بقى، ما بص هنا في المعادله دي، هي هنا خلاص فوق عادي، مفيش حاجه تحت اصلا. يبقى اللي جنبها هي اللي هتروح الناحيه الثانيه. يبقى انا هفضي من جنبها، مش انا عايز دي، يبقى انا هفضي من جنبها، يبقى اودي الاثنين فين؟ الناحيه الثانيه تبقى 50 على الاثنين تساوي الايه؟ او انت هنا مين اللي مضايقك؟ لا انت عايز الايه؟ مين اللي مضايقك؟ الاثنين، يبقى تقسمي على اللي مضايقك في الناحيتين. يبقى هقسم هنا على الاثنين، هيحصل لها ايه؟ هتروح، وهقسم هنا على الاثنين هتبقى هي دي. تمشي كده تمشي كده تمشي كده تمشي، المهم انها تمشي. ماشي؟ طيب تعالي برضو اقول لك مثال تاني من الامثله بتاعه 6 ابتدائي. عندك 5 على الايه تساوي 3 في 20 مثلا. ادي الايه عندك تحت. لا ما اصل انا عارف هي هتيجي ازاي يعني. فانا عارف اللخبطه فين. هتقولي بقى ايه؟ اسيبها مكانها. لا صلي على النبي. لو عكسناها وقلنا الايه هنا والخمسه هي اللي تحت، ودي الخمسه عادي. طالما الايه بسط خلاص هجيبها كده، انا هجيبها بالطريقه دي عادي. تمام؟ طيب لا يا عم، اللي انا عاوزها في المقام يعني بالمنظر ده، يبقى لازم هي اللي اوديها الناحيه الثانيه. يعني لازم هي اللي تروح فين؟ تروح هنا، واللي موجود دوت يرجع مكانها. يعني توصل في الاخر ان هي تبقى 5 على ادي 3 في 20 وتروح الناحيه الثانيه اهي. يبقى انت كده جبت قيمه الايه، صح؟ لكن ما يكونش ينفع ان انا ايه؟ اسيبها تحت. فاهم الفرق؟ متلخبطه في حاجه؟ طيب تعالي لا طب لو انا عايز مثلا بقول لك 5 في 4 على A تربيع بيساوي كام؟ 3 في 6. وعايزين هنا نجيب الايه؟ نجيبها ازاي؟ هتعامل كانها هي حاجه واحده برضه اوديها، يعني سيبك بقى من ان هي تربيع يا عم، ماليش دعوه، ادي التربيع بتاعها اهو. هقول هنا ايه؟ 5
في 4 على 3 في 6. وبعدين انا عايز الايه، مش عايز الايه تربيع. ما في جذر. ايوه، طالما عندي تربيع هنا وانا عايزه من غير تربيع يبقى انا هاخد الايه؟ الجذر في الناحيتين. طبعا الجذر مع التربيع يضيعوا، يتبقى لي هنا ايه؟ ايه. دي فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. طيب لو عندي الحاجه اللي انا عاوزها مثلا اهي 5 زائد ايه بتساوي مثلا 3 في 6. هنا ما دي 5 زائد، فانا هعمل ايه؟ هودي ال5 الناحيه الثانيه بس بالايه؟ بالسالب. طب لو هي هنا، طب لو عملتها كده 5 ناقص ايه؟ لا، خلي بالك ال5 دي وحده فين الاشاره بتاعتها؟ على شمالها ولا على يمينها؟ هبنكتب بالانجليزي. ايوه بص اهي الاشاره بتاعتها اهي. السالب ده بتاع مين؟ ده بتاع الايه؟ حلو. فانت حضرتك بعد ما تنقليها بالسالب برضه هتقولي سالب ايه بيساوي 3 في 6 ناقص 5. يطلع لك بكام؟ يطلع لك ب 13، يطلع لك ب 13. يبقى ال 13 بتساوي سالب ايه؟ يبقى الايه نفسها بتساوي كام؟ اودي السالب الناحيه الثانيه يبقى السالب هيروح سالب عادي. سالب هنا انا عاوز كاني على فكره بقسم على سالب 1 مثلا، او كاني بضرب المعادله كلها هنا ضربتها في سالب 1. انت لو ضربت سالب في سالب والسالب الناحيه الثانيه، فاهم قصدي؟ يبقى انا لو معايا سالب ايه بتساوي 13 يبقى الايه نفسها بتساوي سالب 13. في مشكله في شويه الحاجات دي؟ اصل انا عارف الحاجات دي واحنا جوه الشغل نفسه بتقعدي كده تحسي ان ايه في قصص غريبه. ماشي، تعالي برضو ناخد انهي مثال. خلاص ماشي، تعالى نخش بقى على الحته الثانيه. في قوانين في اولى ثانيه هو نفسه لازم يبقى عارفها، يعني وانت داخل ثالثه القوانين دي انت خدتها في اولى ثانيه هتلاقيها في ثالثه. ماشي، فركز كده معايا. عندنا مثلا القانون بتاع السرعه. احنا قلنا ان السرعه بتساوي ايه؟ المسافه على الزمن. المسافه على الزمن. كان في مثلث لطيف كده حضرتك حافظه، ان المسافه دي وده عندي الفي اللي هي الفيلوسيتي اللي هي السرعه والزمن تي. تمام؟ طيب ده قانون. خلي بالك بقى من حاجه كمان شويه. كان في قانون تاني. طبعا السرعه لما اجي مثلا عايز اجيب وحده قياس السرعه دلوقتي فرح، السرعه دي بتكافئ ايه؟ مسافه على زمن. وحده المسافه ايه؟ متر. طب وحده الزمن ثانيه، يبقى متر على ثانيه. او ممكن اكتبها ازاي؟ متر لكل ثانيه. او ممكن اكتبها ازاي؟ متر في ثانيه اس سالب 1. تمشي. يبقى دي كده وحدات قياس مين؟ قياس السرعه. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه كان في قانون اسمه قانون كميه التحرك. كميه الايه؟ التحرك. اسمه بي. كنت انت اخده ان هو اسمه بي. كميه التحرك في ثالثه ثانوي هنحط لها رمز ال. حاجه يعني هي كميه تحرك برضو، بس حاجه اسمها كميه تحرك خطيه لينير. ما علينا، مش تفرق هي. طيب كميه التحرك دي بتعادل ايه؟ بتعادل الكتله بتاعه الجسم في سرعته. يعني اي جسم بيتحرك هو جسم فهو ليه كتله وبيتحرك يبقى معاه سرعه، صح؟ وهو ماشي ليه حاجه اسمها كميه تحرك بتعادل ايه؟ حاصل ضرب الكتله في السرعه. في مشكله؟ طيب في حته بقى هنا يعني ايه عايزين عشان ما تزودناش بعد كده. لما اجي اقول لحضرتك كلمه التغير، يعني مثلا عايز اقول التغير في كميه التحرك. وبالله عليك يا شيخ ركز، اقسم بالله هتلاقي نفس الحاجات دي واحنا بنشرح جوه المنهج. فركز. لو انا مثلا عايز اقول التغير في كميه التحرك، واحده واحده. كميه التحرك اسمها ايه؟ بي ال، صح؟ بس انت عايز التغير فيها. يعني ايه التغير فيها؟ يعني انا كان عندي كميه تحرك اتغيرت وبقت حاجه تانية، فانا عايز اعرف التغير اللي حصل ما بينهم. اعمل ايه؟ اجيب الفرق. برافو عليكي. طيب اقول مثلا التغير دوت، اقول الجديد ناقص القديم ولا القديم ناقص الجديد؟ القديم ناقص الجديد. اوعى تسمع كلام فرح، اوعى تسمع كلام فرح. ليه؟ يعني انا مثلا اقول لحضرتك
السنه اللي فاتت كنت مثلا 60 كيلو، جيت السنه دي بقيت 70 كيلو. حلو. التغير كام اللي حصل لي في كتلتي؟ 10. انا كنت 60 بقيت 70 صح؟ 10 ده بالزياده ولا بالنقصان؟ بالزياده. عرفتي ازاي؟ الجديد ناقص القديم، عشان اعرف التغير بتاع حضرتك حصل لك بالزياده ولا بالنقصان. اقول لك انت زدت 10 كيلو ولا نقصت 10 كيلو. يبقى دايما في اي تغير عشان اعرف قيمته واعرف مش هنسميها اتجاهه بقى، هنسميها قيمته وكيفيه تغيره. هنقول ايه؟ دايما الجديد ناقص القديم. صعب؟ طيب يبقى هنقول ايه؟ بي ال 2 ناقص بي ال 1. بي ال 2 ناقص ايه؟ بي ال 1. دي اسمها التغير في كميه التحرك. طب هنا اكتبها ايه؟ هنا اكتبها بي ال. انا كده ينفع اكتبها بي ال؟ لا، انا عايز دي المفروض بتكافئ ايه؟ التغير في كميه التحرك. التغير دي بنديها رمز الدلتا. مثلث. بنديها رمز ايه؟ مثلث. فلما اقول مثلث دي معناه ان انا قصدي على ايه؟ على تغير حصل. يبقى دلتا بي ال يعني التغير في كميه التحرك. فيها مشكله؟ هتقابلنا كتير والله، وهتندم يا حلو لو ما ركزتش فيها. طيب تعال اقول لك مصطلح تاني هتقابله برضو. لما اجي اقول لك مثلا المعدل الزمني للتغير في كميه التحرك. الله، انت عمال ترخمها، عمال ترخمها ليه؟ معلش، يعني الحاجات دي كلها اللي يستوعبها اكتر. يعني احنا في الاول وفي الاخر انت عايز الطالب يجيب كام؟ مش انت عايز الطالب يجيب 60 صح؟ فانت عايز تاسيه كويس ولا لا؟ يعني عايز تديله كل حاجه ولا صباح الفل؟ معنى صباح الفل عادي، الوحدات اهي والاشكال اهي الدنيا بسيطه. بس انت كل لما تتكلمي بشكل، اصل اقول لك على حاجه، جوه ما انا جوه هلاقي الحاجات دي ماشي، فانا الحاجات دي هو المفروض اساسات هو عارفها، فانا مش عايز حد يبقى قاعد فاهم ايه هو مش فاهم حاجه. ايه المعدل؟ ايه الفرق بين المعدل الزمني والتغير في كميه التحرك؟ ايه الفرق؟ صلي على النبي. المعدل الزمني التغير ده احنا عرفناه، بنجيب الجديد ناقص القديم. امال المعدل الزمني اللي هو من الاخر سرعه التغير. سرعه التغير. بصي، اي حاجه لما اجي اقول لك المعدل الزمني يبقى حاجه مقسومه على الزمن، يبقى حاجه مقسومه على، هقول لك مثال بسيط. هو بيقول لك هنا ايه؟ المعدل الزمني صح؟ يبقى هنقول تحت عندنا ايه؟ او دلتا تي. وهقول لك ليه دلتا تي. للتغير في مين؟ في كميه تحرك. يبقى مين فوق؟ دلتا بي ال. مش ده مثال اخدوه في سنه اولى وموجود جوه منهج ثالثه، مش ما تفكريش بس يعني. ماشي. طيب بص يا باشا، صلي على النبي. لو انا بقول لحضرتك مثلا عندك بي ال 1 مثلا كانت 10، وعندك بي ال 2 كانت 100، يبقى الدلتا بي كام؟ او الدلتا بي ال كام؟ قول يا فرح. كام يعني؟ 100 ناقص 10 90. برافو عليكي. قلت لك التغير ده حصل لي في 10 ثواني مره، والتغير ده حصل في 9 ثواني مره، في ثانيه واحده، عشان بس ايه يبقى في فرق واضح. قلت لك التغير ده حصل في ثانيه واحده مره، تمام؟ وفي مره ثانيه حصل في 10 ثواني. ايه الفرق؟ سرعه التغير هو اسرع فين؟ اسرع. ما خلاص احنا خدنا جديد ناقص القديم، طلع التغير بكام؟ 90. خلاص هو اتغير 90 مره. اتغير 90 خلال زمن قد ايه؟ ثانيه واحده. ومره اتغير 90 برضه حصل التغير 90 بس خلال قد ايه؟ 10 ثواني. مين اسرع؟ انت كده بتجيبي ايه؟ المعدل الزمني للتغير. يعني هنا هتقولي لي هو بيتغير 90 كل ايه؟ كل 1 ثانيه صح؟ طب هنا لو جيتي قسمت 90 على 10 فيها الكام؟ فيها التسعة. 90 على 10 فيها الكام؟ فيها التسعة. فتقولي لي هنا هو بيتغير كام؟ 9 في كل ثانية. يبقى انت سواء هنا او هنا انت كنت بتجيبي حاجة اسمها الايه؟ المعدل الزمني للتغير. سرعة التغير هو اسرع فين؟
واسرع هنا في الزمن الصغير. فاهم الفرق بين التغير والمعدل الزمني؟ التغير يعني كده كده حاجه بتتغير فخلاص هي بتتغير، الجديد ناقص القديم شكرا اتغيرت. المعدل الزمني للتغير هي ان انا بعرف سرعه تغيرها، هي بتتغير بسرعه ولا بتتغير ببطء. طب السرعه ايه علاقتها مع الزمن؟ السرعه مع الزمن علاقه عكسي، فدايما اللي هتلاقي عنده زمن صغير هتلاقيه اسرع في التغير. تمام؟ مفهومه؟ عايز اسالك حاجه فيها؟ اسالي عادي. والله اسالي عادي. يا عم انا مش عايز اسال، خلص انت. طيب تعالى في قانون تاني. عموما كنا بنتكلم على الطاقه اللي هي الانرجي، ونقول ان هي ايه؟ وبنقول ان هي القدره على بذل الشغل، والشغل اللي هو الورك يعني الدبليو. فانت هتلاقينا نيجي نتكلم في الكهرباء ان الطاقه اللي هي الانرجي بنعبر عنها برضو بالايه؟ بالشغل اللي هو الورك او الدبليو. تمام؟ طيب الوحده بتاعت القياس بتاعتها، الوحده بتاعتها ايه؟ الجول. حاجه اسمها الايه؟ الجول. طب الرمز بتاعها اهو يا اختي ايه؟ ده الرمز بتاعها. ماشي؟ طيب ده بالنسبه للقوانين. وفي كمان القوانين انهي بقى تانية؟ كان في قانون احنا قلنا من شويه ان الحجم عباره عن ايه؟ مساحه في طول او في ارتفاع، سواء اسطوانه اي شكل مجسم. تمام؟ طيب كان في قانون بتاع الكثافه، وده برضو هنقابله. قانون الايه؟ الكثافه. الكثافه لو تفتكر معايا هي خاصيه مميزه للماده. خاصيه مميزه لايه؟ للماده. يعني كثافه الميه 1000، كثافه مش عارفه الزئبق 13600، رقم ثابت للماده نفسها بيميز الماده دي. زي درجه الغليان، لو قلت لك درجه غليان الميه بكام؟ 100، خلاص هي دي بتاعه الميه. درجه غليان البيبسي ما اعرفش طبعا، بيبسي مضر محدش يشربه. ماشي؟ طيب عندك الرو. الرو اللي هي الكثافه بنقولها رو كده، رمز لاتيني. تمام؟ بتساوي ايه؟ بتساوي الكتله على الحجم، تساوي الكتله على الحجم. تمام؟ طيب عندك كمان من القوانين اللي كانت في اولى بقى، عندك قانون طاقه الحركه. قانون طاقه الايه؟ طاقه الحركه. ايه طاقه الحركه ده؟ اللي هي حاجه اسمها الكاينيتيك انرجي، كي اي. طاقه الحركه بتاعت اي جسم هي طاقه هو بيكتسبها من حاجه. تمام؟ طيب بتساوي ايه؟ ايا كان هو اكتسبها من ايه؟ ايا كان هو اكتسبها من ايه؟ طيب طاقه الحركه بتساوي نص في كتله الجسم في مربع سرعته. وطبعا القانون دوت في سنه اولى ثانوي، ايام ما كنا شغالين اولى ثانوي، كان ليه استنتاج عن طريق معادلات الحركه بتاعت نيوتن. فانت عندك طاقه الحركه، الجسم لما بيكتسب طاقه ويتحرك بيتحرك بطاقه اسمها طاقه الحركه. بنشوف كتله الجسم، بنشوف السرعه اللي بدا يتحرك بيها، لو اللي بيتحرك بيها فعليا، لو ليه سرعه ابتدائيه وسرعه نهائيه بناخد السرعه المتوسطه. في شويه حاجات كده في سنه اولى مش هفكرك بيها، ملهاش لازمه معانا في ثالثه. تمام؟ ولكن بنشوف السرعه بتاعته، نضرب مربع السرعه في كتله الجسم في نص، يبقى احنا كده جبنا الايه؟ طاقه حركه الجسم. طيب الطاقه بقى بشكل عام، هل هي ليها صوره واحده؟ لا، ليها صور كتيره جدا. عندك طاقه كهربيه، وعندك طاقه حراريه، وعندك طاقه ضوئيه، وايه كمان؟ وعندك ميكانيكيه. وممكن الميكانيكيه ديت نعبر بيها على الطاقه، طاقه الوضع مثلا، وطاقه الديناميكيه. سوري، الديناميكيه جايه من الحركه، والوضع جاي من السكون. لو تفتكر كان الطاقه الميكانيكيه كانت في الاهتزازه، ساعه الاهتزازه والحاجات بتاعت ثانيه ثانوي في اول درس اخدته. كانت الطاقه الميكانيكيه كنا بنشوف البندول وهو بيتحرك كان بيبقى ليه طاقه وضع وطاقه حركه. ماشي؟ عموما الطاقه الميكانيكيه يا اما ستاتيك يا اما دايناميك. ستاتيك يعني جايه من سكون، دايناميك يعني جايه من حركه. فالميكانيكيه هي الطاقه اللي بيحملها الجسم
ماشي، بتتفرع للحاجتين دول، يا اما ديناميكي يا اما استاتيكي. فكان عندك البندول وهو بيتحرك كان بيحصل تحول للطاقه من طاقه وضع لطاقه حركه او العكس. ماشي، ما علينا مش تحتاج قوي. طيب عندنا ايه كمان؟ طبعا الكون بتاعنا الطاقه اللي فيه ثابته. يعني ايه الطاقه اللي فيه ثابته؟ انت عايز تنام؟ ماشي. الطاقه اللي فيه ثابته يعني الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم، بتاعت ربنا. ربنا هو اللي مش بتاعتنا احنا، تمام؟ فالطاقه من هنا هل هي بتفقد؟ لا، هي الطاقه بتتحول من صوره الى اخرى. يعني ممكن تتحول من طاقه كهربيه لطاقه حراريه، ممكن تتحول من طاقه كيميائيه. طبعا هم مش دول الاربع صور للطاقه، لا، في صور تانية كتير. في كيميائيه مثلا، ماشي، فانا ممكن احول من كيميائيه لكهربيه زي البطاريه اللي هندرسها في الفصل الاول. ماشي. طيب تعالى لحته كمان بنقول فيها ايه. كان في حاجه اسمها التردد والزمن الدوري. بمعنى اي جسم بيعمل اهتزازات او موجه، ضوء، ميه، صوت، يعمل لي موجه. ولو بتكلم بقى على موجه الميه مثلا، هي ليها قمه وليها قاع، صح؟ طيب في شويه حاجات تبقى عارفها كده. بص يا باشا، مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم، ده الزمن، وخلي بالك ده الزمن الكلي. يعني ايه الزمن الكلي يا فرح؟ يعني الزمن اللي بيتم عمل فيه كذا دوره، اللي بيتم عمل فيه كذا دوره. هي الدوره بالنسبه لنا هنا عباره عن ايه؟ بصي، قمه وقاع. اول ما ابدا اقرر يبقى انا بقدر احسب تردد. اول ما ابدا اقرر، فكره التردد عباره عن ايه؟ هي تكرار حدث ما ايا كان. ممكن ما اتكلمش عن موجه على فكره، ممكن اتكلم عن تردد حاجه ثانيه. التردد موجود في كل حاجه في الدنيا، كل حاجه، تمام؟ بس فكره التردد عموما ان انت بتيجي تكرري الحاجه، فبتعرفي انت بتكرريها كم مره في الثانيه الواحده، ده ترددها، تمام؟ طيب فما علينا، قمه وقاع. طيب ده كده لفوق، اقصى ازاحه لفوق واقصى ازاحه لتحت. ده كان اسمه ايه؟ دي كان اسمها سعه الموجه. اسمها ايه؟ سعه الموجه. شوفي، مش دي تانية ثانوي جاء عليها سؤال في 2025 عادي. يعني الموضوع مش اللي هو ايه عادي، دي حاجه قديمه مش لازم اشتغلها. كله مهم، مفيش حاجه مش مهمه. ماشي. فسعه الموجه، سعه الموجه هي اقصى ازاحه لاعلى او لاسفل، وكنا بنديها رمز امبليتيود، تاخد رمز الاي كابيتال. ماشي. طيب دي سعه الموجه. طب باشا المسافه من هنا لهنا دي عباره عن ايه؟ قال لك من قمه لقمه بعديها على طول، او من قاع للقاع اللي بعده على طول، من هنا لهنا. قال لك ده بيسمى بالطول الموجي. يسمى بالايه؟ لامدا. لامدا اللي هو اسمه الايه يا حاج؟ الطول الموجي ايها الزعبله. هو المسافه بين قمتين متتاليتين او بين قاعين متتاليين. ماشي. طيب وده طبعا متر بالمتر، ده طول مسافه. ماشي. والله عايزه تنامي. طيب تعالى بقى هنا عايزين نجيب الزمن الدوري. ايه الزمن الدوري؟ ده سؤال مش اجابه. ايه الزمن؟ بص حتى اسمه ايه الزمن الدوري؟ ده زمن دوره. لا مش هو اسمه زمن دوري؟ يبقى زمن دوره الرمز بتاعه تي كابيتال. اسمه ايه؟ الزمن الدوري. الزمن الايه؟ الدوري. طيب طلع كده شويه، طلع كده شويه. طيب انا عايز اجيب الزمن الدوري ده، اجيبه ازاي؟ بص يا باشا، انا عايز اعرف زمن دوره. انت عندك هنا عدد دورات كام؟ من هنا لهنا كده واحد، بعد كده 3 دورات. حلو. قلت لك حطيت لك هنا دي كده، وقلت لك مثلا دي 6، وكان هنا الوحده بالثانيه. يبقى انا هنا خلال 6 ثواني عملت كام دوره؟ حلو. يبقى زمن الدوره الواحده قد ايه؟ ثانيتين. عملت ايه؟ قسمتي الزمن الكلي على عدد الدورات. قسمت الزمن الكلي على عدد الدورات. طب بقول لك ايه، لو بقى 4 دورات، يعني لو ده زاد
هنا بقى نخش في حته التناسب، هنقولها دلوقتي برضو، بس عشان نوضح فكره ايه؟ ان الفيزياء مش رياضه، والله ما رياضه، والله. بصي اقول لك، مش ده زد؟ ده يحصل له ايه؟ ثابت. ما هي مش رياضه، هي مش رياضه. بص يا باشا، صلي على النبي. لو انا زودت عدد دورات، خليتهم كام؟ خليتهم 4 دورات. ماشي، تعالى يا عم اهو. ايه اللي يحصل؟ هيحصلوا في 8 ثواني. يعني لما ده يزيد ده هيزيد معاه، لكن الزمن الدوري يعني هتفضل كل دوره بتحصل في قد ايه؟ في ثانيتين برضه. الموضوع ليه فهم. يعني هي مش رياضه ده تحت فيزيد فاللي هناك يزيد، لا لا لا، مش كده خالص. ماشي؟ عشان كده دايما لازم نتعامل مع الفيزياء ان هي مش رياضه، يعني هي ليها مفهوم. ماشي؟ في حاجه اسمها التردد بقى، حاجه اسمها الايه؟ التردد. التردد هنلاقي ان احنا بنشتغله في الكهربيه اف فريكوينسي، وهنلاقي ان احنا لما نيجي نشتغله في الحديثه بنشتغله برمز النيو، ده رمز لاتيني، مش هتفرق. طيب التردد، عشان اجيب تردد هنا ده مثلا بيعمل لي كام موجه في الثانيه؟ مش احنا قلنا التردد هو تكرار الحدث لكل ثانيه؟ طيب هو هنا ده بيعمل موجات، بيعمل لي كام موجه في الثانيه الواحده؟ نص موجه في الثانيه الواحده. اجابه صحيحه. والله برافو عليك. طيب عرفتيها ازاي؟ بيولوجيك يعني يا مستر، ما هو بيعمل لي 4 موجات في 8 ثواني، يبقى كل ثانيه بيعمل. طب قسمنا مين على مين؟ هتلاقينا قلبناها، هتلاقينا قلبنا دي، يعني قسمنا عدد دورات على الزمن الايه؟ على الزمن الكلي. عدد دورات كام؟ 4 على الزمن الكلي كام؟ 8. فيها كام؟ نص. لو عملتيها هنا هتلاقيها العكس، يعني 8 على الاثنين، او سوري الاربعه فيها الاثنين، صح؟ يبقى دي 2 ثانيه اللي هو الزمن بتاع الدوره الواحده. معناه ان هو بيعمل تردد قد ايه؟ نص. الوحده بتاع التردد كان اسمها الهرتز، اتش زد. فطبعا بالمنطق واضح ان الاثنين مالهم عكس بعض، القانون ده عكس القانون ده. فانت لازم تبقى عارفه دايما ان الزمن الدوري هو مقلوب التردد، والتردد مقلوب مين؟ الزمن الدوري. في مشكله يا حاج؟ اني بروبلم؟ طيب تعالي نخش على ايه كمان؟ المتجهات. ده شغل عالمي. المتجهات ده قصه، المتجهات دي قصه، المتجهات دي قصه. طب انت عارفه ان في ناس لو متاسسه في الحاجات دي كويس هتلاقي المتجهات اللي انا هكتبها دي الفصل الثاني هيبقى معاه سهل، والفصل الرابع هيبقى معاه سهل لو هو فاهم فكره المتجهات بشكل عام. ماشي؟ ركزي بقى معايا كده. ايه المتجهات؟ اولا اي كميه فيزيائيه، مش احنا قلنا ان الكميات اللي احنا بنقيسها اسمها كميه فيزيائيه؟ ليها كام نوع؟ ليها نوعين. في عندك كميه فيزيائيه قياسيه، كميه فيزيائيه متجهه. ايه الفرق بين المتجه والقياسي؟ القياسي انت حضرتك بتبقي عارفه، عايز تعرفي مقداره بس، عايز تعرفي ايه؟ مقداره بس. طب الكميه المتجهه انت عايز تعرفي ايه؟ مقدار واتجاه. يعني هي موضوع سهل اهو، بس يعني انت معقدها ليه؟ طيب تعالي بقى واحده واحده. انا مثلا عندي المتجه ده، المتجه بيبقى ليه اتجاه، يعني النيل بيبقى ليه اتجاه، صح؟ هشتغل على الحاجات اللي هم اخدوها في سنه اولى اللي هي القوه، بس اللي انا هقوله دوت هيمشي مع اي متجه. يعني مثلا الطاقه هي كميه متجهه ولا قياسيه؟ قياسيه. انا مش ببقى عارف، مش يعني ما فيش حد لقيته بيقول لي مثلا هات لي اتجاه الطاقه. طب القوه؟ لا. القوه ليها اتجاه معين، انا هضرب في الاتجاه ده ولا الاتجاه ده، عمودي ولا راسي ولا افقي، فاهم قصدي؟ طيب السرعه ليها اتجاه ولا مالهاش؟ ليها اتجاه. طيب يبقى متجه. طب المسافه؟ لا مالهاش بقى، يبقى قياسيه. الكتله؟ مالهاش، قياسيه. فاهمه الفكره؟ طيب لما نيجي نعبر بقى عن المتجه عايز اعرف القيمه بتاعته. يعني مثلا عندي اف 1 وعندي اف 2، ولما اجي اشتغلهم مثلا
عشان اعبر عن قيمه كل واحد بعبر عنه بطول السهم. يعني خلاص كده واضح مين قيمته اكبر، اف 1 ولا اف 2؟ اف 2. طيب خلي بالك بقى من هنا، هنا المتجهين الزاويه بينهم كام؟ مفيش بينهم زاويه، يعني المتجهين دول متجهين متوازيين صح؟ ولهما وفي نفس الاتجاه، وفي نفس الايه؟ الاتجاه. يعني الزاويه بينهم كام؟ صفر. او ممكن بدل ما نقول زاويه طالما بنتكلم على متجه بنقول حاجه اسمها فرق الطور، حاجه اسمها فرق الايه؟ طور، حاجه اسمها فرق الطور. دي سيبيها واحنا بنشتغل في الفصل الرابع احسن. ماشي؟ فرق الطور ان المتجه والمتجه دوت الاثنين ماشيين مع بعض، ولا في حد سابق الثاني، ولا في حد متقدم عن الثاني والكلام ده. تمام؟ فهو هنا في حد مسابق الثاني ولا الاثنين؟ احنا بنتكلم كاتجاه مالناش دعوه بالقيمه. في الطور ده بنتكلم على الاتجاه. الاثنين ليهم نفس الاتجاه ولا لا؟ يبقى مفيش فرق بينهم. ما علينا، الزاويه بينهم صفر. ماشي؟ هي طبعا فرق الطور ادق بس مش مشكله دلوقتي. تمام؟ طيب حضرتك بقى لو عايز اجيب المحصله بتاعتهم، وقسما بالله فرح مهم قوي، والله العظيم 3 مهمه ورب الكعبه مهمه. الاف توتال. بس خلي بالك انا في التاسيسي بقول حاجات يعني مش حاجات كده، يعني مش اللي هي زيجي لا، انا بقول حاجات عشان عارف ان الطالب هيقابلها جوه المنهج وهتواصلك معاه. فيا عم افهمها من البدايه عشان تبقى الدنيا لطيفه جوه. ايه؟ ماشي؟ الاف توتال بتساوي ايه هنا؟ يعني ايه الاف توتال؟ يعني عايز اجيب المحصله بتاعتهم، عايز اجيب قيمتها واتجاهها. الاتجاه سهل صح؟ ليه؟ لان اكيد الاف توتال هتبقى معاهم في نفس الاتجاه. ما هم القوتين كده، يبقى المحصله بتاعتهم فين؟ في نفس الاتجاه. ماشي يا زعبله؟ طيب كقيمه مش هما الاثنين في نفس الاتجاه؟ طيب حضرتك بتزقي كده ومعاكي اخوك الصغير بيزق في نفس الاتجاه، القوه المحصله بتاعتكم كام؟ هتجمعي ولا تطرحي ولا مجموعه؟ ليه مجموعه؟ لان انتوا الاثنين في نفس الاتجاه. يبقى انا عشان اجيب محصله اعمل ايه؟ هقول F1 بلس F2. خلاص جمعت الاثنين يا باشا. تمام؟ طيب في مشكله في دي؟ طيب بص بقى دي ادي F1 وادي F2 وعايز اجيب التوتال بتاعهم المحصله، نعمل ايه؟ دول مش مختلفه، ادق بقى، عكس بعض. هنا هم عكس بعض، واحد في اتجاه وواحد في اتجاه معاكس. تمام؟ انت بتزق في اتجاه واخوك بيزق في اتجاه معاكس. طبعا اخوك اقوى فتلاقي قوته اكبر. تمام؟ طيب مين اللي يغلب التاني؟ هو. فتبقى المحصله فين؟ في الاتجاه بتاعه. في الاتجاه ايه؟ في الاتجاه ده المحصله. تمام؟ طيب قيمتها بقى، يعني احنا هنا اتفقنا ان المحصله مع الاكبر. شوف فين الاتجاه الاكبر يبقى المحصله معاه صح؟ طيب هنا بقى الاف توتال عشان اجيب قيمتها هقول ايه؟ هقول الفرق بينهم، هقول الكبير ناقص الصغير على حسب السؤال بتاعي. يعني ممكن يبقى الاف 2 هي الكبيره على حسب. ماشي؟ في مشكله؟ طب عندك احتمال ثالث للمتجهين دول اهو، يبقوا عموديين على بعض، يبقوا المتجهين، ودي هنشوفها كتير قوي برضه، عموديين على بعض. طيب فين بقى المحصله ما بينهم؟ يعني تخيلي مثلا في حاجه هنا كده مثلا اهو، انت يا فرح بتزقها كده واخوك بيزقها الناحيه الثانيه كده. بصي هو لو احنا الاثنين بنزق في نفس الاتجاه خلاص هي معروفه في نفس الاتجاه. لو احنا بنزق عكس الاتجاه يعني ده عكس ده يبقى الكبير هو اللي ايه؟ هو اللي هيبقى شغله اقوى صح؟ وهيروح في الاتجاه ده. طب لو حد بيزق كده وحد بيزق بزاويه عموديه، يعني تخيل انت بتزقي شنطه كده واخوك بيمسك نفس الشنطه بيزقها كده، الزاويه بينكم 90، الشنطه هتروح فين؟ ما بينكم. اعمليها عملي،
يعني انت سيبك من، لا سيبك من انا برسمها، اعمليها عملي. حلو، هات كده يا عم حاجه امسكها كده بزاويه 90 وحد تاني امسكها كده، انت شد وهي شد، الحاجه مليون في الميه هتلاقيها ما بينكم. طب انت عارفه لو انتوا الاثنين بنفس القوه هتلاقيها فين بالظبط؟ في النص بالظبط، ودي 45 ودي 45. طب لو انت قوتك اكبر هتلاقيها بتميل عليكي اكتر، هتبقى الزاويه اقل من 45. ده عملي يعني مش يعني ماشي. طيب يبقى دي كده الاف ايه؟ الاف توتال. والرسمه دي مهمه قوي لان انا هستنتج منها حاجه ثانيه كمان شويه. بص يا باشا، مبدئيا هنا اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، عشان اجيب الاف توتال هقول بتساوي ايه؟ طبعا الزاويه 45 لو اف 1 بتساوي اف 2 صح؟ ماشي. الاف توتال هقول بتساوي ايه؟ بص طبعا يعني السهم ده تحفه تحفه، ده الاف توتال اهو صح؟ بص احنا ممكن نقفل هنا ونعمل مثلث قائم الزاويه، يبقى ده كده مجاور الزاويه صح؟ اللي هو الاف 2، وده كده المقابل بتاع الزاويه. طب مين الصادات ده؟ اف 1. خلي بالك المتجهات يمكن عادي ان هي تتنقل مع الحفاظ على الطول بتاعها. كمتجه ينفع عادي، لو انا عندي متجه في الاتجاه ده ممكن عادي انقله كده وانا بجيب محصله. ده شغل اولى ثانوي ماشي، على قديمه يعني. تمام؟ طيب طب مين ده يا استاذه فرح؟ اف توتال. لا مركزه مركزه ما شاء الله ما شاء الله. ماشي طيب، مش ده كده بقى مثلث؟ والاف توتال دوت هو الوتر. طب احنا قلنا من شويه لو تفتكري عشان نجيب الوتر كنا بنعمل ايه؟ بناخد الجذر بتاع اف 1 تربيع اللي هو المقابل تربيع زائد المجاور تربيع صح؟ طيب لو انا عايز اجيب ساين الزاويه، ساين سيتا دي هقول بتساوي ايه؟ مين على مين؟ المقابل على الوتر، يعني ممكن نقول اف 1 على اف توتال. طب لو عايز اجيب كوساين الزاويه هتبقى اف 2 المجاور على الوتر. طب لو عايز اجيب تاني الزاويه، انت فاكره ان هي ساين على الكوزاين بس مش فاكره الثانيه. هي التان ساين على الكوزاين عادي، او ممكن اجيب اف 1 على اف 2 او مقابل على مجاور. في مشكله لحد هنا؟ في مشكله لحد هنا؟ طيب لو انا قلت لحضرتك انت معاكي قوه 3 نيوتن واخوك معاه قوه 4 نيوتن، ودي ارقام تقليديه جدا ومحفوظه، بتلاقي انت وقتها القوه المحصله بكام؟ تلاقي ان القوه المحصله ب5 نيوتن. ماشي؟ ركزش انا عايز اعمل العكس، عايز اعمل العكس اللي احنا عملناه ده. يعني ايه؟ بص مثلا هنجيب الزاويه هنا، هنقول ان الزاويه كمثال يعني انا مش هحسبها بالارقام 40 درجه عشان مش معانا الاله. ماشي؟ مرجع هات الاله بقى. بص يا باشا صلي على النبي، انت بتشدي كام يا فرح؟ 3 نيوتن، اخوك بيشد بكام؟ ب4 نيوتن. الشنطه دي او الجسم ده اتحرك كده صح؟ بقوه كام؟ 5 نيوتن. وكان عامل زاويه 40 مع السينات. في مشكله في تحليل اللي احنا عملناه ده؟ في مشكله؟ طب ده معناه ايه؟ ان انا ممكن اشيل قوتك واشيل قوه اخوكي صح؟ واجيب قوه وحيده اللي هي قيمتها كام؟ 5 نيوتن، اشدها كده هتعمل نفس الشغل اللي انتوا الاثنين عملتوه. مش ده معنى الكلام؟ طيب بسم الله ربنا يستر. عندي قوه مقدارها 5 نيوتن وبتميل على الافقي بزاويه 40. عندي قوه واحده مقدارها كام؟ 5 نيوتن بتميل على الافق بزاويه كام؟ 40. القوه دي ممكن نشيلها ونجيب قوتين، واحده يكون ليها تاثير افقي والثانيه يكون ليها تاثير راسي. طيب نعمل ايه؟ هي عكسها تماما، هم عكس بعض. هروح اخد مين؟
هقول عشان اجيب التأثير الأفقي كان وقتها عندك في اولى ثانوي اسمها اف اكس اكسس، اكس اكسس اللي هو محور السينات، وده الواي اكسس او محور الصادات. فانا القوه 5 نيوتن دي ممكن نجيب لها مركبه رأسيه لو تأثيرها في الرأسي، وممكن نجيب لها مركبه ايه؟ افقيه اللي هو تأثيرها في الايه؟ في الافق. في مشكله يا حاج؟ طيب هنجيبها ازاي؟ طالما انا معايا الزاويه دي عايز اجيب الاكس اللي هو هنا كان 2 صح؟ اجيبه من انهي قانون؟ من القانون ده صح؟ يعني لو انا عايز اجيب الاف 2 اجيبها ازاي يا فرح؟ هضرب الاف توتال دي فين؟ في الكوزاين. يعني طالما انا معاك الاف وعايز تجيب الاف اكس هتبقى الاف اكس بتساوي ايه؟ الاف نفسها دي مضروبه في كوزاين ايه؟ كوزاين السيتا اللي هو كان ليها اساتذه الرياضه بقى بيقولوها مطرح ما تنام حط جيب التمام. يعني مش دي المحصله؟ حلو. حضرتك الزاويه دي قريبه لمين؟ يا اختي الزاويه دي مش قريبه لتحت، يبقى عشان تجيب اللي تحت تاخدي الكوزاين. بس انا ما بحبش احفظها يعني انا بصي اجيبها من اصلها هنا. طب انا عايز اجيب اللي فوق ده اللي هو كان اسمه اف 1 هجيبه ازاي؟ هضرب ده في الساين، هضرب قيمه دي في الساين، يبقى هتبقى اف مضروبه في ساين الايه؟ الزاويه. طب عايز اريح دماغي يا مستر؟ لا خلاص يعني ماشي، انت الله يسترك فهمتهاني، انا عايز اريح دماغي طالما الزاويه قريبه اخد الكوزاين. طب لو انا عايز اجيب البعيد اخد الساين. فيها مشكله؟ طيب ده كده جزء المنتجات مهم جدا، مهم جدا اقسم بالله في فصل الفصل الرابع. طيب حته بعد كده بقى ايه؟ حته التناسب. حته الايه؟ التناسب. يعني ايه التناسب اصلا؟ بسم الله. التناسب ايها الزعبله، تناسب بيبقى عند حضرتك متغيرين. يبقى عندك ايه؟ متغير اساسي ومتغير تابع. متغير اساسي ومتغير ايه؟ تابع. المتغير الاساسي اللي هو بيبقى على محور السينات، على محور الايه؟ السينات. والمتغير التابع بيبقى على محور الصادات. طيب الاساسي ده اللي هو فيما معناه ده اللي احنا بنتحكم فيه هنسميه اكس، وده اللي بعرف منه ناتج التغير، ناتج الايه؟ التغير، وهنسميه واي. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني لو انا قلت لحضرتك مثلا اكس دي كل لما تزيد ايه اللي يحصل لواي؟ والله لقيت ان الواي زادت، يبقى انا اتحكمت في مين؟ في اكس. شفت ناتج التغير على انهي كميه؟ اللي هي واي. يبقى كده بقى في تناسب ما بينهم هما الاثنين، يبقى اكس وواي في تناسب ما بينهم. طيب اكس لما زادت واي زادت، فكده العلاقه بينهم طردي ولا عكسي؟ طردي. يعني معنى كده نقولها ازاي؟ نقول ان الواي تتناسب طرديا مع اكس. يبقى الواي تتناسب طردي مع الاكس، يبقى كده طردي. تمام؟ طيب لو جيت قلت لحضرتك مثلا ان الاكس دي كل ما تزيد الاقي الواي تقل، يبقى كده العلاقه بينهم طردي؟ لا، هتبقى العلاقه بينهم كده ايه؟ عكسيه. برافو عليك. طب نكتبها ازاي؟ هقول الواي تتناسب، هي مش العلامه دي هي نفس العلامه دي صح؟ هو المشكله بقى في حاجه ان احنا اصلا مفيش حاجه اسمها، يعني دي كده اسمها علامه تناسب طردي، اسمها علامه تناسب، مفيش حاجه اسمها علامه تناسب عكسي اصلا. ماشي؟ طب انا عايز اكتب العكسي، اكتبه ازاي؟ عشان اكتب العكسي هقول 1 على الاكس. يعني انا ممكن اقول ان الواي تتناسب عكسيا
مع الاكس نفس المعنى ان الواي تتناسب طرديا مع مين؟ مع مقلوبها. هي لما اقول الواي تتناسب عكسيا مع الاكس كاني بقول الواي تتناسب طردي مع مين؟ مقلوب الاكس. ماشي؟ فدي كده علامه تناسب طردي اصلا، يعني عشان برضو ايه تبقى انت عارف. طيب اي رسمه بيانيه بقى، ده عندي اكس وده عندي واي. حلو؟ طيب اي رسمه بيانيه طول المنهج لحد اخر السنه هنشتغل عليها بالطريقه دي. هيبقى ليها ميل رياضي وهيبقى ليها ميل فيزيائي. هنجيب الاتنين وبعدين نساويهم بايه؟ ببعض. هجيب الاتنين ازاي؟ الميل الرياضي ده سهل خالص وانت عارفه. هو بيطلع لك في الاخر عباره عن رقم. عباره عن ايه؟ رقم. طب بجيبه منين؟ من على الرسمه نفسها. يعني حضرتك بيبقى عندك دي مثلا نقطه الاصل اللي هي عباره عن صفرين، عندك مجموعه ارقام على السينات وعندك مجموعه ارقام على الصادات، وايا كان بقى العلاقه مثلا كده. حلو؟ فحضرتك بتعمل ايه؟ تختار نقطه دي س واحد يبقى دي صاد واحد، نقطه ثانيه دي صاد اتنين ودي س اتنين، يبقى كده معايا كام نقطه؟ نقطتين، صح؟ النقطتين دول بشتغل عليهم وبجيب فرق الصادات. يا سلام عليكي على فرق السينات. طب اسالك سؤال، وانا لو اخدت نقطه واحده ورحت جبت النقطه دي في الصاد وقسمتها على النقطه دي في السين، تنفع ولا ما تنفعش؟ طيب ليه تنفع؟ عشان انا طالع من الصفر. لكن عارفه مثلا لو انا طالع من هنا ما ينفعش اخد نقطه واحده، لازم اخد كام نقطه؟ نقطتين. يعني لو انا طالع من الصفر ممكن تاخد نقطه عادي وتريح دماغك. طب لو انا طالع من قطع فوق ولا قطع تحت مش من الصفر لازم اخد نقطتين، هتطلع غلط. ماشي؟ على فكره هو انت لما تبقي اخد نقطه واحده انت عارف فين النقطه الثانيه اللي انت اخداها؟ صفر والصفر، عشان كده تطلع صح. فانت كانك برضو اخد نقطتين، بس النقطه الثانيه انت مش حاطاها في الحسبان اللي هي صفر وصفر، فمع الطرح ما فرقتش. لكن لو طالع من فوق ولا طالع من تحت هتفرق. تمام؟ طيب ده الميل الرياضي بنطلعه في الاخر رقم، رقمين ورقمين ونطرحهم او على حسب، او ممكن نجيب طريقه ثانيه. ازاي الطريقه الثانيه؟ لا 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 لا، الزاويه دي سيتا دي. ماشي؟ احنا قلنا من شويه الصادات على السينات، الصادات على السينات اهي. بص سبحان الله، صد اهو، صح؟ وده مين؟ سينات. لا سحر ولا شعوذه. اسمتهم على بعض بتساوي ايه؟ تاني الزاويه. خلاص يبقى انا لو معايا الزاويه دي هجيب ميلها الرياضي ازاي؟ تان سيتا. خلي بالك مش لازم يطلعوا لك من الصفر، ممكن يطلع لك الخط المستقيم من هنا. فانت عشان تاخد الزاويه هتقول لي اهي، وقتها اجيب الميل اخدها مع الافقي. باخدها مع مين؟ مع الافقي. دي فيها مشكله؟ طيب دي بجيبها منين؟ ده كده الميل الرياضي خلاص عرفناه من على الرسمه بيجي رقم. طب الميل الفيزيائي بنجيبه ازاي؟ والله عايزه تنامي يعني. ماشي، الميل الفيزيائي يتجاب ازاي؟ ده بيتجاب من القانون بتاع الفيزياء، القانون بتاعنا على حسب بقى القانون بتاعي هنا ايه. ماشي؟ طيب هقول كده معادله بسيطه جدا كانت علينا. يعني ليه اقول معادله؟ ما نقول القانون اللي احنا لسه اخدينه. انا مثلا عندي القانون بتاع كميه التحرك، عندي هنا البي ال وعندي هنا الكتله. ماشي يا حاج فرح؟ بلاش قانون كميه التحرك، رخامه عليك معلش اكتر عشان بحب الرخامه. طاقه الحركه والكتله. حلو؟ دي علاقه ممكن نكتب القانون. اول حاجه كده اعملها بسم الله، هعمل ايه؟ هكتب القانون اللي بيربط ما بين طاقه الحركه وبين مين؟ وبين الكتله. ايه القانون بتاعنا يا عم؟ طاقه الحركه اللي احنا لسه كاتبينه من شويه. ما حفظتوش يا زعبول عارف، بس يعني ايه، ركز بقى معايا كده.
اهو ده القانون ايه بتاعي، صح؟ انا هنا دلوقتي شغال ان انا بطلع مين؟ الميل الفيزيائي. انا خلاص عرفت اطلع الميل الرياضي ازاي، صح؟ المفروض بعد ما اطلع الميل الفيزيائي هساوي الاثنين ببعض. طيب اول حاجه ابص عليها، هل اللي على الصادات في القانون بتاعي في طرف لوحده ولا لا؟ حلو، ده اول شرط، يبقى لازم اللي على الصادات في طرف لوحده. وبعدين اشطب عليه بعد ما بقى في طرف لوحده. طيب لو ما كانش في طرف لوحده كنت هعمل ايه؟ كنت هظبط اليس المعادله لحد ما اخليه في طرف لوحده، لازم. طيب مين عندي على السينات؟ الكتله، صح؟ فين في القانون؟ اهي، هشطب عليها. اتبقى عندي ايه؟ الفي تربيع ونص، دول كده مضروبين في الكتله ولا لا؟ يبقى اللي مضروبين في الكتله او اللي مضروبين في السينات بقى، المضروب في مين؟ في السينات، هو ده الميل الفيزيائي. هو ده الميل. يبقى هنقول هنا الميل الفيزيائي هو على طول بقى المضروب في السينات. مضروب في مين؟ اللي هو هنا طلعناه بنص في تربيع. تمام؟ مش انت حضرتك عارفه ان الصاد على السين ده هو الميل؟ طب ما تودي كده السين الناحيه الثانيه، يبقى الصاد بيساوي ايه؟ الميل ومضروب في مين؟ يبقى دايما الميل هو مين؟ اللي مضروب في السين. قضي الامر. ماشي؟ طيب تعالي بقى اخر حته كده، خلاص حته صغيره خالص، حته كده كده، انا مش عارف ايه كل ده. ماشي، خلصنا دي ماشي. تعالي بقى هنا لو قلت لك مثلا يعني كام حاجه وخلاص خلصنا، دي اخر حاجه يعني واي بتساوي 5 اكس ناقص 3. فين حضرتك الميل؟ اللي مضروب في الاكس، صح؟ يعني كام؟ هذه اوعى تبقى زي فرح بقى، اوعى تبقى زي فرح. ليه؟ فرح قالت لك 5 والسالب 3. يعني هي ال5 دي مضروبه في 3؟ مضروبه في السينات. طب السالب 3 مضروب في السينات، صح؟ يبقى انت هنا حضرتك مين اللي مضروب في السينات؟ بس. امال ايه السالب 3 بقى؟ صلي على النبي. حضرتك دي ماشي، ده الواي وده مين؟ وده الاكس، صح؟ ده الصادات في طرف لوحده، وده السينات، وده الميل. الزياده ده سواء مجموعه او مطروحه بيبقى اسمها ايه؟ الجزء المتنيل المقطوع من الصادات. منين؟ يعني الخط المستقيم هنا مش طالع من الصفر. الخط المستقيم مش طالع، امال طالع منين؟ من عند سالب 3. يعني قاطع تحت ولا قاطع فوق؟ اهو. يبقى هنا دي سالب 3 والميل هنا ب5. طب لو كانت بالموجب يبقى قاطع فوق عند الموجب 3 والميل 5 برضه. ماشي؟ ضحكت عليكي؟ الحمد لله. طب لو انا عندي دي اخر سبوره، خلاص الحمد لله. ماشي يا فرح، ماشي ماشي. استمتعتي؟ ايوه طبعا. اتفرجي على فيلم. بصي بقى، لو انا هنا عندي ماشي اوكي، العلاقه التزايديه كان في علاقه كده كان يقول لك اسمها الداله التربيعيه. فاكره حاجه زي كده؟ لا مش مهم، دي داله تربيعيه سيبك منها. لو انا بقول لك الواي بتساوي 5 اكس تربيع، 5 ايه؟ اكس تربيع، وبقول لك هاتي لي علاقه بين الواي وبين الاكس تربيع، هتقولي لي ايه؟ طردي. والميل فيها كام؟ 5. فيها مشكله؟ طب لو قلت لك علاقه بين الواي والاكس، هي الواي اصلا بتناسب مع الاكس؟ مع الاكس تربيع. طب انا لا، طالما عايزها مع الاكس يبقى اسمها علاقه تزايديه كده.
هيبقى اسمها علاقه ايه؟ تزايديه. ماشي؟ طيب تحس ان احنا دخلنا شويه رياضه كده، بس يعني حاجات تبقى انت اساسيات عارفاها كده يعني بالكده. طيب تعالي بقى عندنا خلاص اخر حاجه خالص اهي والله، اخر حاجه العلاقه العكسيه. العلاقه العكسيه هقول لك بس يعني ايه كلمتين بساط خالص. ايه الفرق بين واي بتساوي 5 ناقص 2 اكس والواي بتساوي 5 على اكس والواي بتساوي 5؟ صلى على النبي. هنا الواي متوقفه على اكس ولا لا؟ اول واحده. هنا الواي متوقفه على اكس ولا لا؟ ماشي انا بتكلم على الاكس، اصل الاكس ده هو المتغير. ماشي؟ ها متوقفه على، طب طردي ولا عكسي؟ طردي. طب بصي، لو قلت لك الاكس دي بواحد، انت اللي عايزه تطولي الدنيا خلاص مالي. لو الاكس دي بواحد، انا بطول عشان فرح مش عشان انا عايز اقول. لو الاكس بواحد يبقى 5 ناقص كام؟ 2 بكام؟ يبقى الواي بكام؟ طب لو قلنا ان الاكس بتساوي 2، واحده واحده بقى، احنا كده زودنا الايه؟ زودنا الاكس صح؟ ماشي. طيب هنا 2 في 2 بكام؟ ب4. 5 ناقص 4 بواحد، يعني الواي بكام؟ الواي بواحد. يعني حضرتك احنا لقينا ان الاكس لما زادت الواي حصل لها ايه؟ قلت ولا زادت؟ الواي قلت صح؟ يعني معنى كده ان العلاقه بين الاكس وبين الواي علاقه عكسيه. علاقه ايه؟ عكسيه. في مشكله؟ طيب حاجه في مشكله؟ يبقى كده الاكس لما زادت الواي حصل لها ايه؟ قلت. العلاقه عكسيه. طب اقولها لك كده بيولوجيك شويه. ها؟ هقول لك بيولوجيك. الواي بتساوي ايه معلش؟ قوليها كده انت. 5 ناقص 2 اكس. انت بتطرحي من الخمسه. انت بتطرحي من الخمسه، فكل ما بتزودي الحاجه اللي بتطرحيها كل ما هناك يحصل له الناتج هيقل. انا بطرح من الخمسه، فكل ما اطرح اكتر كل ما الناتج بتاعي ده بيولوجيك يعني. بس انا يعني ايه ما طيب يبقى هنا العلاقه العكسيه جايه بسبب الايه؟ بسبب السالب ده صح؟ طيب طالما جايه بسبب السالب، تعالي بقى واحده واحده. ادي الاكس وادي الواي، اين هو الميل؟ سؤال والله. ده سؤال والله. اين هو الميل؟ فين الميل؟ مش احنا قلنا المضروب في السينات؟ مين المضروب في السينات؟ طب وفين اشارتها؟ على شمالها. يبقى هنا الميل عند حضرتك -2. ممتاز. في حاجة تانية؟ في حاجة تانية؟ في 5 صح؟ شبه دي بالظبط. مش كان في حاجة زيادة؟ قلنا وقتها ان هي ايه؟ الجزء المقطوع من الصادات. هنا برضو في حاجة ايه؟ زيادة. هتبقى مقطوعة منين؟ من الصادات. والعلاقة ايه؟ عكسي. نازل كده والميل عندك ب-2. يبقى دايما لو الخط المستقيم لقيتيه نازل كده ده بيبقى عكسي. طب الخط المستقيم طالع كده ده طردي. تمام؟ طيب طب هنا بقى العلاقة عكسي ولا طردي؟ كل ما الاكس ده يزيد الواي يحصل له ايه؟ هيقل. بس هي عكسي بسبب وجود الايه؟ بسبب وجود الكسر. بسبب وجود الايه؟ كسر. فبنكتبها ازاي؟ ادي اكس وادي واي. بس تعالي معلش هنا ايه؟ اهي اكس وواي. طالما بسبب وجود كسر يبقى هي عباره عن كيرف. يبقى عباره عن ايه؟ مش خط مستقيم. طب هسألك سؤال، الخط المستقيم ده ليه ميل صح؟ طب الكيرف ده ليه ميل؟ كيرف كل نقطة ملهاش علاقة بدأ ولا ما بدأش. هي الفكرة ايه؟ طالما هو خط مستقيم مش هنا هو عامل زاوية زي اللي هنا زي اللي هنا عشان ده خط مستقيم،
يبقى الميل قيمه ثابته. هناك برضو نفس القصه، لو انا بشوف الزاويه دي مش هي هتبقى الزاويه دي، هي هتبقى الزاويه دي، هي هتبقى الزاويه دي. يبقى طالما هو خط مستقيم فهو ليه ميل قيمه ثابته. وقتها حضرتك كنا بنطلع القيمه بتاعته سواء هنا او هنا او هنا، الميل قيمه ثابته. لكن ده هنا طالما هو كيرف منحنى ملوش قيمه ثابته، يعني كل نقطه ليها ميل مختلف عن التاني. كنا بنجيبها في سنه اولى. تمام. طيب كنا بناخد حاجه اسمها مماس للنقطه، مماس للنقطه. تمام. بس بنكتب عليها هنا ايه؟ ليس لها ميل. ليس لها ايه؟ ميل. طيب معلش ارخم عليكي كده شويه يا استاذه فرح، وهنقول هنا 1 على الاكس. يعني هي مع الاكس عكسي. طب مع 1 على الاكس؟ دي اللي احنا كنا لسه قايلينها منين؟ من شويه. طب الميل ايه يا حاجه؟ القيمه بتاعت الميل من القانون. مش هو عندك واي بتساوي 5 على اكس؟ طيب مين السينات؟ لا اوعى، اصحى اصحى. هو ده اكس؟ امال ده ايه؟ يعني كاني انا حاطط في 1 فوق، يبقى 1 على الاكس هنا كانها مضروبه في كام؟ في 5 وبتساوي واي. 5 في 1 على الاكس هي 5 على الاكس، صح؟ يبقى ده مين؟ ده الصادات. طب وده مين؟ ده السينات. يبقى ده مين؟ خد بالك من الفرق؟ قسما بالله هنعدي عليها، قسما بالله. طب احلف بيك. طب اخر حاجه، الواي بتساوي 5. ايه علاقه اكس بالموضوع؟ ايه علاقه اكس بالموضوع؟ ملهاش علاقه، ملهاش علاقه. فالميل عند حضرتك بكام؟ بصفر. معناها ايه؟ ان مهما تتغير الاكس الواي ملهاش علاقه. حلو. فهي العلاقه ثابته. ميلها بكام؟ ميلها بصفر. دي المحاضره التاسيسيه. صعبه. بس خلي بالك ده تسخين، ده احنا لسه ما دخلناش بقى في الكلام. ماشي. خلي بالك من حاجه بس، وانت برضو خلي بالك، وانتي خلي بالك. حضرتك كل لما هتزود فهمك للماده العلميه وهتفهم النظري بتاعها كويس. انا عشان بس تبقى فاهم، احنا بنبدا السنه اهو بسم الله. انا بشتغل على النظري كتير جدا، وبقعد اشتغل على فكره التخيل بتاع حضرتك. ماشي. وبجيب لك مثال واثنين وثلاثه زي ما عملت مع فرح، هتلاقيني بعمل معاك في الحصه. يعني ايه؟ يعني لو عملنا كذا ايه اللي هيحصل؟ لو عملنا عشان دماغك دي تبدا تتحرك. ماشي. احنا بنقول بسم الله، بنبدا نسخن بس. ماشي زعبولتي. الحصه ديت انا عايز من حضرتك، دي طبعا هتنزل لك على اليوتيوب، شوفها يا باشا براحتك. حضرتك يستحسن نوتة صغيرة كده تكتب فيها الحاجات اللي موجودة في الحصة. تمام. انا لحد ما هتلاقيه مجمع لك شوية حاجات حلوة جدا 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 تأسيسية، وصدقني والله العظيم 3 مفيش فيهم كلمة مش هتفرق معاك آخر السنة، طول السنة واحنا شغالين. والله العظيم 3، والله 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 مفيش كلمة مش هتفرق معاك، كلها هتفرق معاك. فرجاء ركز فيهم كويس، وبلاش بقى جو اللي هو ايه يا مستر لما نبدأ هبقى اشوف مش عارفة ايه واحدة واحدة. بلاش تراكم من قبل ما نبدأ، بلاش تراكم من قبل ما نبدأ يا زعبل. ماشي. اشوفك على خير ان شاء الله، وكل سنه وانت طيب يا زعبولة. بدايه سنه ان شاء الله تكون كويسه. عايزين كده ايه، نشد الهمه كده من اول السنه ونشتغل وما نراكمش، وعلى طول نعمل اللي علينا ان شاء الله، وعشان ربنا يكرمنا ان شاء الله على قد تعبنا. ماشي يا زعبولة. اشوفك في بدايه السنه الجديده. السلام عليكم.